القصة بتبدأ مع كابتن كانج تيجو، بس أنا هسميه تيسير. ده كان ضابط مباحث شاطر وتقيل جدا زمان، بس الزمن ضرب بيه وبقى على المعاش، وفجأة بيلاقي نفسه في قلب دوامة قضية قتل متسلسلة هزت الرأي العام. الأحداث دي حصلت في غيط من غيطان الأرياف. كل فترة كان بيتلاقى جثة ست مقتولة بطريقة بشعة، والرابط الوحيد المشترك بين الجرايم دي هو وجود فزاعة غامضة ومخيفة في مسرح الجريمة، والضحايا بيموتوا بطريقة توجع القلب، بس ملامح القاتل ممسوحة تماما وملهاش أي أثر. وعشان تيسير يوصل للحقيقة البشعة اللي اتدفنت تحت التراب لمدة 31 سنة، هيلاقي نفسه مجبر يحط ايده في ايد اكتر شخص بيكرهه في حياته. الفيلم بيبدأ في قاعة محاضرة، وتيسير كان قاعد هناك وبتجيله شرطية زميلته اصغر منه في الرتبة، وبقالهم كتير ما اتقابلوش، وجايبة معاها خبر قنبلة. القاتل المتسلسل بتاع قضية كفر الدوار ده اتمسك اخيرا بعد 30 سنة. القاتل ده زمان كان بيصطاد الستات وبيتفنن في تعذيبهم وقتلهم، والغريبة ان هم لما وصلوا له لقوه مسجون اصلا في قضية تانية، قتل اخت مراته، وكان خلاص قرب يخرج حسن سير وسلوك لو اتأخروا شوية. بس الأزمة فين؟ الدي ان ايه بتاعه متطابق مع 3 جرايم بس من السلسله، والباقي لازم هو اللي يعترف بيهم بنفسه. وبما ان مده التقادم القانوني خلصت، مفيش اي طريقه تانية للقصاص غير انه يقر ويعترف بلسانه. الشرطيه بتقول لتيسير انها ما لقتش حد في الدنيا عنده غل وشغف يوقع القاتل اكتر منه، والمفاجاه الاكبر القاتل نفسه هو اللي طلب يشوف تيسير بالاسم. الطلب ده بيصحي في دماغ تيسير ذكريات قديمه مدفونه، بيبص في صندوق قديم عنده في جرايد صفرة دبلانه ومجسم صغير لفزاعه، وفجاه فلاش باك بيرجع بيه 30 سنه لورا. زمان تيسير كان لسه ظابط شاب زي الورد ومتحمس وعينه وسط راسه في مديريه امن القاهره. في حفله التكريم وتوزيع جوائز للضباط المتميزين، تيسير دخل قفش الضابط اللي لسه متكرم على المسرح حالا بتهمه الرشوه والفساد. الحركه دي كانت تقيله، والصدمه ان الضابط الفاسد ده طلع ابن اخو سياده اللواء مدير الامن. طبعا الحركه دي ما مرتش بالساهل، وصدر قرار فوري بنقل تيسير تاديبيا لمركز شرطه في ارياف كفر الشيخ. اول يوم تيسير يستلم فيه الشغل في المركز ده، خلى زميله الضابط شغال ضرب وتعذيب في متهم عشان يجبروه يعترف، وتيسير زعق فيهم ومنعهم فورا لان المتهم ده اسمه علي، حرامي غسيل وعلي على قد حاله، وتيسير كان قفشه 3 مرات قبل كده في مصر، وعارف ان هو جبان كلمتين وجرة قلم هيعترف مش محتاج يتضرب. زميله بص له وقال له يا باشا ده المره دي مش سرقه، ده مقتول له قتيل. تيسير فتح الملف واتصدم لما لقى ان علي متهم بقتل ست، والنوع ده من الجرايم بيستخدموا في شرابات الستات كاداه للخنق، وتيسير مش مبلوعه في دماغه ان الجبان ده يعمل كده، فطلب من زميله يجيب له كل الجرايم المشابهه. وهو بيستلم الملفات الورق وقع على الارض وببعض. تيسير بيقعد على الارض يلم الورق، وعينه بتيجي على صور 3 جرايم قتل مختلفه. فجاه بيلقط تفصيله مرعبه، مسرح الجريمه في ال3 متطابق بشكل مش طبيعي. في اللحظه دي حسه الامني قال له دي مش جريمه عاديه، ده قاتل متسلسل. جري على الحجز عشان يتكلم مع علي، وهو كله ثقه ان هو بريء، بس الضابط زميله صدمه وقال له وفر مجهودك، المتهم اعترف خلاص. طبعا الاعتراف جه تحت الضغط، بس مش ضغط من وكيل النيابه اللي ماسك القضيه، واسمه شريف. هو اسمه سي يونغ بس انا هسميه شريف، معلش يا جريني الواحد خلقه ضيق وفي ستات كتير عماله بتتقتل في الفيلم ده. المهم شريف ده هو الفتى الذهبي للنيابه هناك، شخص وصولي وانتهازي ومستعد يعمل اي حاجه عشان يترقى، بس عايز يقفل القضيه ويعمل لقطه وشو اعلامي. فهدد علي بامه العجوزه اللي عندها 80 سنه الواطي ويلبسها قضيه. علي انهار وعيط وبس جزمته عشان يسيب امه، واعترف بجريمه هو ما عملهاش. شريف دخل المركز بكل غطرسه وادى اوامر صريحه للضباط لما تطلعوه تعملوا معاينه وتصوير الجريمه، مش عايز غلطه واحده، كله يمشي على المسطره. تيسير اول ما عرف ان وكيل النيابه هو شريف وقف مذهول. شريف اول ما شاف تيسير بالبدله الميري في المركز اتفاجئ، بس الصدمه ما خدتش ثواني واتحولت لضحكه سخريه وتريقه. اتاري الاثنين دول وراهم تاريخ اسود، كانوا زمايل تحت واحده في المدرسه زمان، وشريف كان هو البلطجي اللي بيستقوى على تيسير وبيهينه ويضربه قدام العيال. تيسير والذكريات دي بتمر قدام عينيه، الغضب عماه وراح خابط ايده بكل قوته في لوح ازازه اللي قدامه كانه بيضرب ماضيه وعجزه القديم. تيسير مش من النوع اللي بيستسلم، نزل الغيطان وبدا يشتغل على القضيه بكل جوارحه. قعد يربط الخيوط ببعض واكتشف حاجه مرعبه، الضحايا في ال3 جرايم اللي فاتوا كلهم بنات في سن الورد، وكانوا ماشيين لوحدهم بالليل وهم راجعين بيوتهم. الاولى والثانيه اتخنقوا بطرحه قماش واشارب حرير، اما الجريمه الثالثه فالقاتل غير اسلوبه وخنق الضحيه بشراب حريمي. ورغم ان الاداه اختلفت شويه الا ان الوقت واحد، والجرايم بتتحرك على المسطره بين كل جريمه وجريمه سنه كامله، وطريقه الدفن والتمثيل بالجثه. وعرف ان اول جريمتين كان ماسكهم رئيس نيابه قديم اسمه مستشار حامد، اما الثالثه فكانت من نصيب شريف. وفي الوقت ده بتظهر جيهان، دي تبقى صاحبه عمر تيسير من الطفوله وشغاله صحفيه في جورنال محلي. جيهان كشفت لتيسير سر خطير، المستشار حامد ده كان الحب بتاع النيابه وزرار الامان بتاعهم، بس وهو بيحقق في اول جريمتين غلط غلطه تسببت في ان متهم بريء ينتحر ويموت، وبسبب الغلطه دي نزل رتبه اقل، واللي نط مكانه وخد اللقطه طبعا شريف. تاني يوم الصبح المباحث واخدين الحرامي الغلبان علي ورايحين بيه الغيط عشان يمثل الجريمه قدام الكاميرات. شريف اول ما عرف ان في صحافه وقف قدام المرايه يظبط قميصه وشعره عشان يطلع جنتل في التلفزيون، وهو خارج خبط في تيسير ما بلعش ريقه ووجهه وقال له انا عارف انك لويت دراع الولد الغلبان ده وهددته بامه عشان يعترف، ده اخرك يا شريف. شريف بكل بجاحه وغرور لانه عارف ان تيسير ما عندوش دليل مادي ضحك وقال له طب ما تيجي معايا الغيط تتفرج على المعاينه. تيسير سابه ومشي وهو قرفان منه، وطلع فورا لمكتب المأمور وقال له يا فندم دي
سلسله جرايم لقاتل متسلسل واحد، وعلي ده مظلوم ومستحيل يكون هو القاتل، لان وقت الجريمه الاولى الواد ده كان محبوس في حجز المركز في قضيه سرقه غسيل، والقاتل الحقيقي حر طليق وممكن يضرب ضربته الجايه في اي لحظه. كلمه ما لحقتش تطلع من بق تيسير والتليفون رن وجالهم بلاغ بجثه جديده. في نفس اللحظه في الغيط شريف واقف منفوخ والصحافه حواليه، وعلي بيخرف في تمثيل الجريمه زي ما حفظوه، وفجاه يدخل رئيس المباحث عليهم وهو بيزعق وقف المهزله دي فورا. الكل اتصدم لما عرفوا ان في جثه بنت لسه ملقيه حالا في اخر الغيط، وتيسير طلع على مسرح الجريمه، والضحيه المره دي كانت طالبه في المدرسه واتقتلت بنفس الكتالوج والطقوس بتاعه الجرائم اللي فاتت. المحامي العام او رئيس النيابه الكبير مسك شريف غسله وكواه قدام الكل، بقى لبستنا في الحيط ورحت تعمل شو اعلامي والقاتل الحقيقي بيقتل في نفس اللحظه. شريف بدا يفرك ويقول يا فندم اكيد دي جريمه تانية، انما علي هو اللي عمل الجريمتين اللي فاتوا. هنا تدخل المستشار حامد وقصف جبهته وقال له دول مش جريمتين يا شريف، دول 4 جرايم لقاتل واحد. شريف قاوح وقال الاولى والثانيه بقماش والثالثه والجديده بشرابات، ازاي يبقى نفس القاتل؟ لكن فتحته كانت خلاص بجلاجل، وصدر قرار فوري بسحب القضيه من شريف وتسليم ملف القاتل المتسلسل بالكامل للمستشار حامد. شريف رجع مكتبه هيموت من الغل، قلب المكتب وكسر الخشب اللي عليه وحلف يمين لا يدفع تيسير الثمن لان هو اللي بوظ له الطبخه. في نفس الوقت تيسير ساب الصراعات دي كلها وقعد يسمع لشهاده بنته صغيره صاحبه الضحيه الجديده. البنت وهي بتترعش من الخوف قالت له يا كابتن تيسير ليلتها كنا راجعين من الدرس انا وصاحبتي ياسمين الضحيه، واحنا معديين من النفق اللي جنب الغيط شفنا ست بتجري وهي مرعوبه وبتستغيث، وراها على طول كان في راجل بيجري وماسك في ايده مقص كبير. وقفنا وسالنا شفت الست اللي بتجري دي راحت فين؟ صاحبتي خافت وشاورت له على طريق غلط وقالت له مشيت من هنا. البنت انهارت وعيطت وقالت صاحبتي ماتت عشان كدبت عليه، هو عارف انها خدعته ورجع انتقم منها. تيسير بدا يراقب الراجل ابو مقص ولقى السجل الجنائي بتاعه نضيف وما عندوش سوابق، بس الفتره الاخيره بقى يقفل دكانه بدري بشكل مريب. وفي يوم تيسير ماشي وراه لقى الراجل مطلع المقص وراح يهجم على ست في وسط الطريق، وفي لقطه اكشن سريعه طرف الهوا والدار شلوط معتبر جابوا الارض وكلبشه وسحبوا على المركب. وفي التحقيق الراجل قعد يعيط ويقول يا باشا انا كنت بخوف مراتي بس عشان سابت البيت وهربت. تيسير بنظرته عرف ان الراجل ده اخره خناقه ستات ومستحيل يكون القاتل الحوت اللي بيدور عليه، وساب الراجل وراح سال مراته عن ليلتها، والست قالت له انها بعد ما شافت البنتين بتوع المدارس استخبت وسط زرع الغيط وفضلت قاعده مرعوبه ساعه كامله. تيسير قال لها طب شفتي حد غريب؟ قالت له بني ادمين لا، بس كان في فزاعه قريبه مني، والغريبه انها بعد ما مشيت بشويه وبصيت ورايا ما لقيتهاش، الفزاعه اختفت. دماغ تيسير اشتغلت واشتبكت مع كلام البنت الصغيره صاحبه الضحيه اللي قالت انها شافت فزاعه وسمعت كلاب سكك بتهوه عليها بالليل، والبنت رسمت شكل الفزاعه وقالت كان شكلها غريب يا كابتن، كانها كانت بتبتسم لي ابتسامه مرعبه وسط الضلمه. تيسير هنا لقط الفكره، القاتل مش بيستخبى ورا الفزاعه، القاتل هو الفزاعه نفسه وبيتنكر في شكلها ويقف وسط الغيط ثابت، عشان كده الكلاب بتهوهو عليه والضحايا بيعدوا من جنبه بامان من غير ما يشكوا فيه. نفس الليله تيسير اخد بعضه ونزل الغيط في الضلمه، واقف مستني ومراقب عشان يشوف الفزاعه دي هتظهر تاني ولا لا، لكن بدل ما يطلع له القاتل طلع له الراجل اللي نزل شريف جاي بكل غل وكيد وبيقول له قريب قوي هسحب منك القضيه دي تاني وارجع ادوس عليك بجزمتي زي ما كنت بعمل فيك ايام المدرسه يا تيسير. تيسير طلع الطبنجه وعمرها وضرب طلقه في الهواء هزت الغيط وخلت شريف يترعب ويرجع لورا ويجري زي الفوق. المشهد بيقفل كات سريع فلاش فورورد عوده للحاضر بعد 30 سنه. تيسير العجوز واقف في اوضه الزياره في السجن قدام الراجل اللي اتمسك بتهمه القاتل المتسلسل وساله طلبتني بالاسم ليه؟ مسجون قال له بثقه واحد عصر القضيه دي من اولها لاخرها زيك، هو الوحيد اللي هيعرف انا القاتل الحقيقي ولا لا. تيسير قال له الدي ان ايه بتاعك مالي مسرح الجريمه في 3 قضايا. المسجون رد ببرود دي لعبه متفبركه وما تثبتش حاجه، وبعدين يا ست الفهد القضيه سقطت بالتقادم بتجروا ورايا ليه؟ تيسير رد عليه بعين حمراء عشان نوصل للحقيقه، عشان دم ال9 ستات الغلابه اللي ماتوا، عشان اهاليهم، وعشان كل واحد عاش مرعوب في البلد دي زمان. المسجون بص في عينه وقال له جمله صدمته، بس انا مش القاتل. فلاش باك للماضي من 30 سنه. الواد الغلبان علي راح لتيسير المركز يشكره ودموعه في عينه ان هو انقذه من حبل المشنقه. في نفس الوقت المستشار حامد طلع في التلفزيون واعلن الاعلام ان هم بيطاردوا سفاح متسلسل وسايكوباتي، وتيسير قعد يحلل ال4 جرايم واكتشف تفصيله خطيره، القاتل بيخطف الست ويعذبها وبعدين يقتلها ويدفنها. العمليه دي بتاخد وقت طويل وساعات، ومع ذلك مفيش مخلوق بيلقطه، ده معناه انه شخص منظم جدا وحركته زي الشبح. تيسير طلب من زمايله يفتحوا دفاتر قضايا التعرض والاعتداء القديمه ويقابلوا الضحايا اللي نجوا، جايز حد فيهم شاف وش. حته تانية بعيده عن الدم بنشوف اجواء عائليه. سناء اخت تيسير قاعده بتتغدى مع عيلتها خطيبها كريم، والعيله كلها كانت طايره بسناء وعايزين يجوزوهم بسرعه ويشوفوا عيالهم. وام كريم عرفت ان ابنها لسه ما راحش قعد مع اخوها الكبير تيسير قعده رجاله، فخافت وقالت لا يكون اخوك الظابط مش طايق ابني ومستصغره. سناء طمنتها وقالت لها لا يا طنط ده تيسير غرقان في قضيه كبيره في الارياف وما بيشوفش النور. حتى كريم نفسه قاعد يفرك وايده بتترعش وخايف من مقابله حماه والظابط التقيل. في النهايه مجهود تيسير بيجيب نتيجه وبيقدروا يوصلوا لخيط ذهبي، ست نجت من الموت. الست دي حكت لهم وهي بتترعش الراجل ده خطفني وانا راجعه بيتي بالليل، كتف ايديا الاتنين ورا ظهري بحبل جامد، ودي نفس الطريقه والكتالوج اللي السفاح بيخنق بيها ضحاياه. كابتن تيسير طار لها فورا بس لقاها عايشه في رعب حقيقي وقافله على نفسها بابها ليل ونهار وخايفه السفاح يرجع يخلص عليها، ورافضه تماما تتكلم مع المباحث. بعد محاولات اقناع فتحت الباب وحكت له اللي حصل. يا باشا انا كنت راجعه بالليل من مقابله صالونات وانا معديه جنب الغيط شفت الفزاعه، ما لحقتش اركز معاها ولقيت راجل حاطط سكينه على رقبتي
رقبتي من ظهري، كتف ايدي ورا ظهري وسالني بصوت واطي: معاكي شرابات في الشنطه؟ قلت له اه في الشنطه، وهو بيفعص في الشنطه بيدور عليها. استغلت الفرصه وجريت باقصى سرعه وعزم عندي على الطريق السريع، وربنا ستر والناس في عربيه انقذوني. الست قالت انها ما لحقتش تشوف وشه من الرعب، بس فاكره ان هو كان راجل جسمه رفيع ومفيش فيه اي علامات مميزه. والاهم من كده السفاح اخد شنطتها وبطاقتها وعنوان بيتها جواه، وفجاه افتكرت خيط ذهبي وقالت: بس في حاجه غريبه يا كابتن، ايده كانت ناعمه قوي، ناعمه وزي ايد الستات. عارف ان التحريات العاديه مش هتجيب نتيجه مع الشبح ده، فقرر يجمع القوه عشان يعملوا خطه. بس اول ما رجع المركز لقى الاوامر جايه من فوق بوقف اي شغل جنائي فورا ونزول كل العساكر والضباط للشارع. الوقت ده كان وقت غليان سياسي وحراك طلابي في البلد ضد الحكومه، وتيسير واقف في الشارع وسط الهيصه وشايف العساكر والجيش بيضربوا في الطلبه بالصواعق والعصيان. المشهد ده صح جواه تروما، كأنه هو اللي بيتضرب وبيتهان تاني زي زمان. وسط ضرب النار والغاز لقى ظابط زميله نازل غل وتكسير في واد طالب غلبان. تيسير جري عليه ومنعه وزعق: احنا ضباط شرطه مش بلطجيه يا غبي. الظابط رد عليه بقله ادب: اطلع منها انت اللي اتطردت من مديريه القاهره وجاي تتبغدد علينا هنا. وسط الاشتباك عين تيسير لقطت وسط العيال اللي بتجري وش مألوف جدا، ده كريم خطيب اخته. الحمد لله كريم فلت وجري في الشوارع الجانبيه. ظهر فجاه شريف وكيل النيابه وهو بيزعق للظباط: سبتوا العيال دي تهرب ازاي يا فاشلين؟ تيسير عرف ان شريف هو اللي محرك الحمله دي عشان يعمل لقطه قدام وزير الداخليه ويرجع لكرسيه القديم بعد ما انسحب منه قضيه السفاح. تيسير كان هيديله بالبوكس المتين في وشه، بس مسك نفسه وقال له: مش هوسخ ايدي فيه. بالليل تيسير راح لكريم بيتهم ودخل فيه شمال وقال له: انت ايه اللي منزلك المظاهرات دي؟ كريم حاول ينكر بس تيسير قفشه، فكريم رد بنبره مثقفه: يا كابتن تيسير مش هقدر اشوف زمايلي بيتسحبوا واقعد اتفرج. تيسير خوفا عليه وعلى اخته: رجلك لو عتبت مكان زي ده تاني مش هرحمك، فاهم؟ وسيبه ومشي. كريم ده واد هادي ومثقف ووشه سمح وبنات البلد كلها بتحبه، وشغال في مكتبه بيع كتب بتاعه اخوه الكبير، بقاله 3 سنين بيحب اخت تيسير. تاني يوم في المكتبه دخلت البنت الصغيره صاحبه الضحيه الرابعه ياسمين، وقالت لكريم بدموع: انا جايه عشان اقول لك ان ياسمين كانت بتحبك قوي قبل ما تموت، وكانت ناويه تجيلك تشتري كتب مراجعه، ارجوك افتكر اسمها على طول عشان روحها تفرح. وهي بتتكلم معاه عين البنت جت على صندوق المفقودات والاشياء التايهه اللي كانت في المكتبه، واتصدمت لما لقت جواه شنطه حريمي لونها احمر، نفس الشنطه بتاعت الست اللي نجت من السفاح اللي سرقها. سالت كريم برعب: بتاعت مين الشنطه دي؟ كريم رد ببرود وهدوء مريب: والله دي زبونه نسيتها هنا وانا ما فتحتهاش خالص ومستني صاحبها يجي ياخدها. اما تيسير كان قاعد مع القوه وقرروا يعملوا كمين حد للسفاح، هيجيبوا شرطيه وتلبس لبس مدني وتتمشى بالليل في الغيط كانها ست سهله عشان السفاح او الفزاعه يظهر. والكل كان خايف لانها انتحار، بس في شرطيه شجاعه وقفت وقالت: انا جاهزه يا فندم. بس الليله الشرطيه نزلت متنكره وتمشي بطول الغيط، وباقي القوه مستخبيين حواليها عشان يحموها، بس هو ما ظهرش خالص. في المدرسه سناء اخت تيسير جالها خبر ان في طالب عندها عمل حادثه عربيه قدام الباب، واخدت بعضها بسرعه وراحت للمستشفى مع مدرس زميلها في عربيتها. في نفس الوقت كريم كان واقف قدام الباب ومستنيه تخلص شغله، ولما شافها راكبه العربيه مع راجل غريب اتضايق وزعل ورجع للمكتبه وقعد يتصل بيها كتير، بس تليفونها ما بيردش، واصحابه اللي قاعدين معاه لقوا عليه بيتكلموا يقولوا تلاقي بتلعب بديلها من وراه. كريم دافع عنها وقال لهم ان سناء مش كده. بعد ما مشيوا لقى رسمه زبون سابها في المكتبه، الرسمه دي بتاعت البنت الصغيره صاحبه الضحيه الرابعه، ولما بص لصوره الفزاعه المرسومه كريم ابتسم ابتسامه غريبه ومريبه جدا. وفي الغيط الشرطيه رجليها اتصابت من كتر المشي، ورغم انها صممت تكمل بس تيسير رفض خوفا على سلامتها وسحبها من المهمه. وهم بيفكروا في البديل دخل رئيس المباحث وقال ان هو لقى واحده جاهزه، وطلعت جيهان الصحفيه صاحبه تيسير من الطفوله، وتيسير رفض تماما. كان هددته وقالت له: لو انت ما وافقتش هطبع خبر العمليه السريه دي في الجورنال فورا. وتيسير ما لقاش حل غير انه يوافق، بس قعد ينبه عليها: شفت اي فزاعه شكلها مريب لفي وارجعي فورا. بالليل الخطه بدات، وجيهان لبست فستان وماسكه كشاف وبتتمشى في الممر الضيق اللي وسط الغيطان، والقاتل ظهر فعلا وبدا يمشي وراها في سكات، وكل ما جيهان كانت تلف وتبص وراها يثبت مكانه ويعمل نفسه فزاعه. تيسير كان بيتحرك في المكان بحذر، وفجاه سمع صوت كلاب بتهوهو من وسط الغيط. ساعتها حس ان في حاجه غلط فجري ورا الصوت، ولقى ست تانية خالص متكتفه ومتكتمه وبتحاول تهرب وسط الزرع. يعني القاتل كان اصطاد ست تانية قبل ما جيهان توصل اصلا. تيسير فك حبل الست وهي بتعيط من الرعب وسلمها للعساكر يرجعوها، وجري باقصى سرعه يدور على جيهان، وفي لقطه تحبس الانفاس لقى جيهان مرميه على الارض مغمى عليها، فنقلوها فورا دخلت العمليات ولسه ما فاقتش. تيسير كان واقف قدام سريرها والذنب بياكل فيه لانه ما قدرش يحميها. رئيس المباحث دخل على تيسير وبلغه ان اخته سناء موجوده في نفس المستشفى. تيسير اتخض وجري عليها فورا، واللي حصل قبلها ان المدرس زميلها كان بيوصلها، وفي الطريق قعد يترزل عليها ويقول لها: ما تيجي تقعدي عندي في البيت شويه. سناء سدت في وشه وقالت له: خطيبي جاي ياخدني ومالكش دعوه بيا. والمدرس اتقمص وبدا يشتمها ويقول لها: اصلا امك صاحبه خماره واكيد انت طالعه حلوه زيها بقى. سناء اتعصبت وقالت له: نزلني هنا، وقعدت تفرك في العربيه لحد ما عملوا حادثه. في مكان تاني شريف راح للمستشار حامد واخده معاه البيت مهجور، وهناك صدمه. في حمله المظاهرات اللي فاتت شريف قبض على ابن المستشار حامد وعذبه وكسره. المستشار حامد انهار لما شاف ابنه بالحاله دي، وشريف بدا يهدده ويقول له: ابنك متهم في قضيه امن دوله تودي في داهيه. وبلوي الدراع والتهديد ده شريف اجبره يتنازل له، ورجع اخد قضيه القتل المتسلسل في ايده تاني. وصلت المستشفى الصحفيين كانوا ملمومين عشان يتابعوا اخبار السفاح، والمدرس الندل كان خارج، ولما شاف سناء قعد يتريق تاني عليها ويقول لها: دي ست صاحبه خماره. تيسير كان معدي وسمعه وفقد السيطره على نفسه وهجم عليه ونزل فيه ضرب وتكسير وعجنه تماما قدام الكاميرات والصحافه. طبعا تيسير اتقبض عليه فورا بتهمه الاعتداء على مواطن، والمفاجاه ان اللي مسك
مسك التحقيق في القضيه ده هو شريف، وشريف دخل عليه الحجز بكل شماته وغرور وقال له انا رجعت خدت قضيه السفاح تاني باسلوبي وانت هنا محبوس تحت ايدي، لو عايز تخرج اترجاني يمكن احن عليك واطلعك. تيسير قعد يبص له وهو ساكت تماما ومش قادر ينطق كلمه من كتر الصدمه والقرف. شريف قعد يضحك بسخريه ومد ايده لتيسير وقال له حط ايدك في ايدي وخلينا نشتغل سوا عشان نقبض على السفاح ده. بس تيسير رفض تماما وما رضيش يتهاون معاه، لان مستحيل كلمه احنا تجمعهم سوا. نوعيه قذره زي شريف هتساعده لله وللوطن؟ ده لو وشه يختفي من قدامه يبقى كتر خيره. شريف استغل سلطته بما ان المدرس الندل معاه تقرير طبي ب8 اسابيع في المستشفى، راح للمأمور وضغط عليه عشان يطرد تيسير من الخدمه نهائيا. بس الضباط زمايله وقفوا وعرضوا القرار ده بشده وقالوا ان هو صح غلط، بس الراجل لسه منقذ ست من الموت من كام يوم، بيفني نفسه في الشغل ولو مشي محدش فينا هيشتغل تاني. شريف لما لقى الرفض جماعي اصدر قرار حاسم بمنع تيسير من دخول المكتبه او المشاركه في اي تحقيقات تخص القضيه دي. تيسير اول ما خرج من الحجز بعد ما مده التحفظ خلصت طار على المستشفى عشان يطمن على جيهان واخته سناء. جيهان كانت لسه في الغيبوبه ما فاقتش وقعد يستجوبها بعصبيه، انت ايه اللي ركبك مع الواد الخسيس ده وايه علاقتكم ببعض اصلا؟ سناء قعدت تشرح له وتعيط، فتيسير صرخ فيها وهو الواد ده عرف منين ان امنا كانت صاحبه خماره، وقعد يلوم امه ويقولوا انها حتى وهي ميته مش سايباهم في حالهم وسيرتها ملحقاهم. سناء اتعصبت وقالت له ما تجيبش سيره امي بالسوء، فتيسير سابها وخرج وهو ايد نار. افتكر ليله زمان لما سناء كانت تعبانه جدا ومغمى عليها وهو شايلها على ظهره وبيجري بيها للمستشفى، وشاف امه واقفه في الشارع مع راجل غريب. تيسير حاول يهدى وراح قابل المستشار حامد وعرف منه ان شريف لوى دراعه بابنه معذبه، والمستشار حامد قعد يتنهد بحسره لان شريف زمان كان بياكل معاه عيش وملح وكان بيعامل ابنه كانه عمه، والنهارده طعنه في ظهره وعمل فيه كده. وحذر تيسير وقال له بلاش تقف وش لوش قدام شريف، ده راجل ما بيسميش وما عندوش خط احمر عشان يوصل للي هو عايزه. تيسير بدا يراقب شريف في السر ولقاه قاعد مع المدرس الندل في كباريه بالليل، ولان المدرس ده يبقى ابن اخو رئيس الحي شريف وافق يخلص له الليله ويفبرك القضيه. وشريف خطط عشان يلوث سمعه سناء وقال للمدرس طلع اشاعه في البلد انك كنت على علاقه بسناء وانها كانت بتطردك وعايزاك تطلق مراتك، ولما انت رفضت اتمسكتوا مع بعض وعملتوا حادثه وهي راحت تتبلى عليك في المركز وتقول انك ضربتها عشان تداري على فضيحتها. المدرس خاف وقال طب ومراتي لو عرف؟ شريف رد ببرود انت ما تفهمش حاجه في دماغ الستات، اسمع مني بس. وفعلا خطه شريف نجحت، مراته ما جاتش تحاسب جوزها، دي طلعت تجري على المستشفى ودخلت على سناء الاوضه وجرجرتها من شعرها وضربتها وقعدت تشرشح لها وتعايرها بان امها كانت شغاله في خماره. في نفس اللحظه ام كريم خطيبها دخلت وشافت الفضيحه دي كلها، ورغم انها قعدت تحلف لها وتقول لها ان كل ده كذب وتلفيق، ام كريم حكمت عليها وقالت لها لازم تبعدي عن ابني واقطعي علاقتك بيه فورا. البنت دايما بتطلع لامها، الام كانت عارفه ان ام سناء زمان ما كانتش ست وحشه وانها عملت كده واضطرت تشتغل في المكان ده بعد ما جوزها مات عشان تربي عيالها ومش عايزه كريم يضيع منها او سناء تورث ورث امها. في الوقت ده كريم ما كانش يعرف اي حاجه من المصايب دي وقاعد في مكتبه بيحلم بيوم فرحهم. وفي المستشفى جيهان فاقت اخيرا، واول حاجه سالت عليها برعب كانت الكاميرا بتاعتها لانها ليلتها لحقت تصور وش السفاح قبل ما يغمى عليها فورا، واتنين من الضباط زمايل تيسير طلعوا يجروا على الغيط عشان يدوروا على الكاميرا، بس قعدوا يقلبوا الدنيا وما لقوش لها اي اثر في المركز. ورغم ان شريف مجمد تيسير ومنعه من الشغل، تيسير لقى طريقه ذكيه يتحرك بيها. الست اللي نجت جت عشان تدلب اقوالها، فتيسير قعد جنب الضابط اللي بيحقق وما كانش بيتكلم بس كان بيكتب الاسئله على ورق ويديها للضابط من تحت لتحت عشان يسالها. وتيسير كتب سؤال في الورقه، القاتل قال لك اي حاجه وهو مكتفي؟ الست افتكرت وقالت له ليلتها وجيهان ماشيه في الممر والكمين شغال القاتل ثبتني وقال لي اكتمي بقك خالص واثبتي، وانا اول ما هصطاد البنت اللي هناك دي هسيبك تمشي وما تمشيش ورايا. والست كملت وهي بتترعش وقال لي كمان انا ما يتخافش مني، ده انا دافن 5 ستات لحد دلوقتي. الصدمه لجمت تيسير وكل الضباط اللي قاعدين. السفاح باعترافه لسه قايل انه قتل 5 ستات مش 4 زي ما هم فاكرين. تيسير من غير ما يضيع وقت فتح دفاتر وبلاغات المتغيبين القديمه وصفاهم على اكتر 3 بلاغات متطابقين مع نفس الفتره. هم غرقانين وسط الملفات. ظهر شريف زي دبانه الحنطور، ولما عرف بموضوع الضحيه ال5 رد ببرود وقال له ما تخليش السفاح يسوحك ويلعب بدماغك. تيسير قال له نزل قوه تفتش فورا، ولو طلع الموضوع ده في شنك والقاتل بيشتغلنا انا هشيل المسؤوليه لوحدي. شريف حب يلوي دراعه وقال له طب روح اتاسف للمدرس الندل ده واعمل معاه مصالحه وانا هرجعك تشارك في التحقيق. زمايل تيسير نصحوه قالوا له يا تيسير معلش تعال على نفسك واقبل المصالحه عشان خاطر القضيه، بس تيسير دماغه ناشفه ورفض تماما. حط لشريف عرض تاني خالص، سلمني ملف البحث عن الستات ال3 الغايبين دول وانا بعد ما اخلص تفتيشه بغض النظر عن النتيجه ايه هقدم استقالتي وامشي من المركز خالص. بالنسبه لشريف العرض ده لقطه وما فيهوش اي خساره، ولو تيسير لقى الجثه ال5 في الانجاز واللقطه هتتحسب لشريف قدام المحامي العام، وفي كل الاحوال تيسير كده كده هيغور من وشه. تيسير رماله ملفات المتغيبين على المكتب وقال له ان هو شاكك في بنت اسمها شيماء من وسط ال3 وانها بنسبه كبيره هي الضحيه ال5. تاني يوم الاثنين راحوا سوا بيت البنت الغايبه ولقوا امها قاعده لوحدها، والست ما كانتش تعرف بنتها راحت فين وافتكرت انها هربت وسابت البيت، كل كلامها مليان غل وعتاب عليها. والام قالت ان اخر مره شافت فيها بنتها قالت لها انها نازله السوق تشتري لها لبس ووعدتها تجيب لها عبايه حمراء جميله. تيسير وشريف اخدوا بعضهم ورسموا خط سر البنت لحد سوق الملابس اللي المفروض مشيت منه، وقرروا ينزلوا قوه كبيره تقلب المنطقه دي كلها تفتيش. وفي نفس الليله في المستشفى جيهان كانت نايمه في اوضتها وفجاه دخل عليها راجل لابس بالطو ابيض بتاع دكاتره.
طلع شراب وخنقها بيه. جيهان قعدت تفرك وتقاوم وهي بتفرفر، وفجأة صرخت وصحيت من النوم، وطلع كل ده كابوس مرعب من أثر الصدمة. بس وهي بتاخد نفسها سمعت صوت حركة ورجلين بره الباب، استخبت ورا الباب وهي ماسكة العصاية وبتترعش، وطلعت الحركة دي من زميلها اللي في الجورنال جاي يزورها. جاب لها طرد وصل لها بالبريد شخص مجهول كاتب ان هو صاحب تيسير، وبعت لها شريط كاسيت عليه تسجيل صوتي. الصبح كان الميعاد المحدد لنزول قوة التفتيش في خط سير البنت شيماء. شريف راح بعربيته لحد بيت تيسير عشان ياخده معاه. تيسير قال له بسخرية: انت جاي ترحلني ولا ايه؟ تعبت نفسك ليه؟ شريف قال له: انا قلت اجي اشوفك لو عندك كلمة اخيرة عايز تقولها، لان اليوم ده سواء لقينا جثة او ما لقيناش هيبقى اخر يوم ليك في الميري. تيسير بص له وقال له: كل اللي هطلبه منك ان انا بعد ما امشي تقبض على السفاح ده باي ثمن قبل ما يصطاد ضحية جديدة. المكان مليان صحفيين ومصورين، وفجأة ظهر رئيس الحي بنفسه عم المدرس، وعشان يلموا الشحاتة وكسب تعاطف الناس جاب ابن اخوه المدرس ومقعده على كرسي متحرك، ومفهمين الناس ان هو اتكسر وجسمه اتبهدل من ضرب تيسير، وقاعدين يصرخوا قدام الكاميرا وبيطالبوا بحبس الضابط المفتري. شغالين تمثيل وصعبانيات. ظهرت عربيه بميكروفون وبدات تذيع التسجيل الصوتي اللي في شريط الكاسيت. الصوت اللي كان طالع كان صوت المدرس الندل نفسه وهو بيتكلم بقذاره وبيخوض في عرض سناء اخت تيسير. ومش بس كده، ده كمان اعترف في التسجيل انه دافع فلوس للمستشفى تحت الترابيزه عشان يعملوا له تقرير طبي مزور باصابات خطيره عشان بس يأذي تيسير ويلبسه قضيه. بس الصحافه والاعلام اول ما سمعوا التسجيل والكاميرات كلها لفت ناحيه المدرس ورئيس الحي، والمدرس دمه فار لدرجه انه قام وقف على رجليه ونسي ان هو بيمثل انه مكسح، وجري ورا العربيه عشان يكسر الميكروفون ويوقف الصوت. واللعبه اتكشفت والفضيحه بقت بجلاجل. ورئيس الحي اول ما لقى الليله باظت اخد ديله في اسنانه وجري وهرب من المكان. واللي صدم الكل ان العربيه اللي كانت سايقاها وجايبه التسجيل هي جيهان الصحفيه بعد ما خرجت من المستشفى. هي اللي رتبت الفخ ده وكلمت رئيس الحي وجرجرته بالاسم عشان الفضيحه تبقى قدام مصر كلها. بعد حكايه المدرس الندل اتفتحت والكل عرف ملعوبه، وبدات قوه المباحث تفتش وتدور على جثه البنت شيماء. وما غابوش كتير لقوا جثتها فعلا مدفونه وسط الغيط وكانت بدات تتحلل. الام اول ما عرفت ان بنتها باتت مقتوله وشافت العبايه الحمراء قلبها اتكسر من الحزن والندم. طول الفتره اللي فاتت ما كانتش تعرف ان بنتها اتقتلت، وكانت دايما بتدعي عليها وتتهمها انها جحده ورمتها وسابت البيت. ومن كتر الوجع والقهر العجوزه ما استحملتش كام يوم وماتت ورا بنتها من كتر الزعل. في مكان تاني كريم عرف بالصدفه من واحد صاحبه بكل التلفيق والظلم اللي اترمى على خطيبته سناء من المدرس، وعرف ان الحقيقه ظهرت والكل عرف انها بريئه. كريم اتجنن واخد بعضه وجري عليها، واول ما شافها اخدها في حضنه وقعد يلومها: ليه ما قلتليش يا سناء؟ انا لو كنت اعرف كنت رحت طحنته وعلمت عليه. بس الصدمه ان سناء بصت له والدموع في عينيها وقالت له: خلينا نفرق. كريم وقف مذهول ومش مستوعب الكلمه. وبما ان جثه شيماء ظهرت زي ما اتفقوا، تيسير وقف بوعده وقدم استقالته من سلك الشرطه رسمي وفارق المركز. وبعد ما قلع البدله الميري راح على مكتبه كريم، وهو داخل لقى البنت الصغيره منى صاحبه الضحيه الرابعه واقفه عند الباب. منى اول ما عرفت ان هو استقال اتاثرت جدا لانها كانت شايفاه البطل اللي هيجيب حق صاحبتها. تيسير طبطب عليها وقال لها: يا منى يا بنتي تخلصي درسك وترجعي على طول على البيت، وبالليل لو شفت اي حاجه شبه الفزاعه واقفه في الضلمه اوعي تقربي، اجري باقصى ما عندك عشان دي مش فزاعه. منى بصت له ببراءه وقالت له: عشان خاطري يا كابتن تيسير ما تسيبش المباحث، احنا عايزينك تقبض على السفاح ده وتجيب حق ياسمين. وقبل ما تمشي راحت حطت في ايده بكوين لبان وقالت له: اعتبر دي رشوه عشان ترجع لشغلك. في نفس الوقت جيهان الصحفيه قدرت تلاقي الكاميرا بتاعتها اللي وقعت منها في الغيط، بس الصدمه لما حمضوا الصوره وطبعوها، الصوره اللي لقطتها للسفاح وهو وراها كانت ضلمه جدا، والقاتل كان متغطي ومتعمي من راسه لرجله، ومهما قعدوا يدققوا في ملامحه ما كانش باين هو مين بالظبط. وبالليل في المكتبه كريم كان قاعد سرحان في كلمه سناء لما قالت له نسيب بعض. من كتر الهم وقع مجموعه كتب من ايده على الارض، وفي نفس اللحظه دخلت البنت منى عشان تاخد الرسمه اللي كانت ناسياها هناك. كريم سلمها الرسمه فمنى ابتسمت وقالت له شكرا ومشيت. اول ما منى خرجت الدنيا مطرت بغزاره بره، وكريم لف وشه وبص ناحيه الباب بنظره غامضه. منى وهي راجعه بيتها في الطريق المقطوع اللي جنب الغيط لفت انتباهها فزاعه واقفه وسط الزرع والمطر بينزل عليها. افتكرت الكلام تيسير والتحذير اللي قاله لها العصر، فترعبت وطلعت تجري باقصى سرعه. جريت لحد ما دخلت النفق، ومن كتر الخوف والرعب وقعت منها الانبوبه اللي بتشيل فيها اللوحات والرسم. بصت وراها عشان تدافع عن نفسها لقت النفق فاضي ومفيش حد ورا. اول ما اخدت نفسها وهديت وراحت تلف وشها عشان تمشي، السفاح ظهر فجاه من وراها زي الشبح ونزل عليها بضربه جامده افقدتها الوعي. وتاني يوم الصبح تيسير كان نايم في بيته وصحي على رنه التليفون من المركز بيبلغوه ان في جثه جديده ظهرت في الغيط. تيسير رد بزهق وقال: انا استقلت وخلاص ماليش صالح باللي بيحصل عندكم. بس اول ما الظابط قال له الضحيه المره دي هي البنت الصغيره منى، تيسير الدنيا لفت بيه وطار على مسرح الجريمه زي المجنون. اول ما وصل وشاف جثه منى الصغيره مرميه على الارض عقله طار، ومن كتر الصدمه والوجع جاله هبوط وحاله اغماء ووقع على الارض جنب جثته. من اللحظه دي وهو قايم على الارض حلف يمين بعز الجلال الله انه لو عاش بقيه عمره كله مش هيعمل حاجه في الدنيا غير انه يطارد
السفاح السايكوباتي ده ويجيبه حي او ميت. تيسير بعد ما فاق راح ورا الجثه على مشرحه الطب الشرعي، والتقرير اكد له ان البنت اتقتلت بنفس الكتالوج والاسلوب المريض اللي السفاح خلص بيه على الستات اللي قبلها. تقرير المشرحه كشف تفصيله جديده ومرعبه. جثه البنت منى كان فيها طعنات كتيره بالسكينه في منطقه الصدر، ومش بس كده، القاتل حشى الجزء السفلي منها ببواكي اللبان، وطلع نفس نوع اللبان اللي منى اديته كرشوه. وفي اللحظه دي داس على كبريائه وراسه الناشفه، وراح لشريف واتنازل له وقال له خلينا نحط ايدينا في ايد بعض ونمشي سوا في القضيه دي، انا لازم اجيب الكلب ابن الكلب ده اللي مفيش في قلبه رحمه. تيسير المره دي هو اللي نطق كلمه احنا وبدا يطلب منه نشتغل سوا. الحقيقه ان تيسير وشريف زمان كانوا اعز اصحاب من المدرسه، وشريف هو اللي كان طلب يصاحب تيسير الاول، ولما تيسير قفل في وشه وصده شريف اغراب الفلوس عشان يخليه يجي البيت يذاكر له في مجموعه تقويه يعني، ومن وقتها بقوا مع بعض ليل ونهار وما بيفرقوش بعض. وتيسير عشان حالته الماديه كانت على قدها كان بياخد كيك وحاجات حلوه من بيت شريف في السر، وبيروح يديها لاخته الصغيره ويقول لها دي هديه من صاحب الانتيم، وتعاهدوا سوا ان هم يدخلوا نفس الكليه. بس فجاه وبدون مقدمات شريف قلب وبقى بارد وقال له اياك تلمسني او تقرب مني تاني، لانه عرف بطريقه ما ان ام تيسير شغاله في خماره. وتيسير قعد يترجاه وبيعيط عشان ما يفضحش السر ده قدام العيال في المدرسه. ومن يومها شريف اتحول لبلطجي وقعد يذل ويهينه، وتيسير كان بيسمع كلامه وهو مكسور. تاني يوم الضباط في المركز قعدوا يعندوا المأمور ويقولوا له بما ان موضوع المدرس اتقلب وبقى ملعوبه وتزويره والمفروض كابتن تيسير يرجع شغله فورا. المأمور زعق فيهم وقال لهم تيسير هو اللي هبل وضيع السفاح من ايدينا، وهو بيشخط فيهم التليفون رن وطلع المتصل ضابط كبير شغال في قصر الرئاسه، والضابط ده ادى اوامر صريحه ومباشره للمأمور تيسير خط احمر ومحدش يلمسه او يمشيه من الخدمه. والصبح تيسير رجع مكتبه ولقى نفسه على القوه تاني، وعرف انه جاله غطا تقيل من فوق بالاسم. ولما دور ورا الموضوع اتفاجئ ان الضابط الكبير ده يبقى اخو شريف الكبير. شريف كان راح وطلب من اخويا يتدخل عشان يرجع تيسير، والاخ حذره وقال له لازم تقفل قضيه السفاح دي وتخلصها بسرعه، مش عايزين اي شوشره تاثر على انتخابات ابوك في مجلس الشعب. وكمان الاخ لقط ان شريف بيقرب من بنت راجل اعمال تقيل رئيس مجلس اداره شركه كبيره، فشك ان عينه على الكرسي والسياسه وقال له بلاش طموحك يا عميك، اعرف حدودك واقف فين. بعدها تيسير دخل المكتب وسال الضابط الصغير تلميذه اسمه دياب وصلت لايه في التحريات. دياب رد عليه ابن شفان قوي ما عملتش حاجه، وبعدين واحد مستقل وسايب الشغل زيك ملوش صفه يسالني. تيسير اخده على جنب وقال له انت قالب وشك عليا ليه يا دياب؟ قال له بكسره نفس انا اتصدمت فيك يا كابتن تيسير، انت سبتنا وخلعت بالسهوله دي، انا اتعلمت منك كل حاجه وكان نفسي نجيب السفاح ده سوا. تيسير قطعه وقال له انا مشيت فعلا، بس تفتكر ان الخروج ده ما كانش سهل عليا خالص، انا طلعت روحي وعفرت مع نفسي عشان اخد القرار ده. يفهم ان هو ظلم استاذه فوطى راسه وقال له انا اسف حقك عليا. وهم خارجين من المطعم بعد ما اتصالحوا تيسير شاف الجورنال نزل فيه صوره السفاح اللي اتلقط، دار فورا على جيهان الصحفيه واخد منها اصل الصوره. وجيهان سالته انت ليه ما قلتليش انك انت وشريف كنتوا اصحاب زمان؟ ده شريف هو اللي بعت لي شريط التسجيل بتاع المدرس عشان افضحه. تيسير ما ردش عليها وفضل باصص في صوره السفاح المدملك في القماش، وقعد يهرش في راسه ويقول هو ليه مغطي وشه بالطرحه دي قدامك بالذات؟ والطرحه دي شكلها مألوف عليا قوي كاني شفتها قبل كده. في نفس الوقت شريف كان قاعد في سهره مع بنت رجل اعمال، بنته وهي بتتكلم معاه قالت انها قطعت علاقتها بصاحبتها الانتيم لمجرد انها عرفت ان امها خطفت رجاله. شريف اول ما سمع الكلمه دي قفل وملامحه اتغيرت واعتذر وقام مشي فورا، لان امه هو كمان كانت زوجه تانية، وافتكر لما كان صغير وامه اخدته ونقلوا يعيشوا في بيت ابوه الكبير، وامه كانت دايما تزن في ودنه لازم تذاكر وتطلع الاول وتتفوق على اخوك الكبير ابن الزوجه الاولى عشان تثبت نفسك. شريف كان سايق عربيته وتفكيره مشتت بعد ما افتكر ماضيه، ومن كتر السرحان كان هيخبط في سناء وهي معديه الشارع. الحمد لله سناء ما جرالهاش حاجه، ولما بص لها عرف انها اخت تيسير، خدها وعزمها على اكل خفيف، وقبل ما تمشي لف لها علبه كيك عسل من اللي بتحبه. هنا سناء عرفت لاول مره ان شريف ده هو نفسه الصاحب القديم اللي كان بيبعت مع تيسير كيك زمان، وقالت في نفسها ان اخوها محظوظ لان عنده صاحب طيب ومخلص زي شريف. في نفس الوقت ومن ورا الشجره كان المدرس الندلي واقف بيراقب شريف وهو بيتكلم مع سناء. المدرس استنى شريف يمشي وقرر يتتبع سناء في السر، بس كريم كان واقف والله طار عليه ومسكه وكان عايز يحاسبه على كل قله الادب والشرشحه اللي عملها في حق سناء. والمدرس الندل بدل ما يتلم اتجنن وقعد يالف كدب تاني ويقول لكريم اهو انا لسه شايف ست الحسن والجمال واقفه مع راجل تاني وبتدلع عليه. كريم دمه فار وما بقاش شايف قدامه ونزل فيه ضرب وعلقه موت عملت له ارتجاج وسابه جثه مرميه. وفي المركز تيسير استلم انبوبه الرسم اللي البنت منى وقعتها في النفق ليلتها، واول ما شافها افتكر لما شاف البنت منى من كام يوم واقفه قدام مكتبه كريم بتدور على الانبوبه دي بالذات. تيسير اخد بعضه وطلع على المكتبه وقابل اخو كريم الكبير وساله لو كان شاف البنت ليلتها. الاخ قال له البنت جت اخدت حاجتها ومشيت، وبعدها المطره مطرت وكريم قلق عليها فاخد شمسيه وجري وراها عشان يوصلها، ومن ساعتها كريم ما رجعش البيت ومحدش عارف له طريق. وهم بيتكلموا دخلت قوه تانية من المباحث بتدور على كريم، واتضح ان كريم فص ملح وداب وهرب بعد ما ضرب المدرس الندل ضربه غشيمه نقلته المستشفى في حاله خطر. تيسير جمع الخيوط وراح لشريف وطلب منه يتدخل ويخلص موضوع خناقه المدرس دي بالصلح، لان كريم كده بقى اخر واحد شاف البنت منى قبل ما تتقتل، والمباحث محتاجه شهادته باي ثمن عشان يوصلوا للسفاح. شريف وافق فورا وقال له انا هخلص لك حكايه المدرس وانت عليك تلاقي كريم، وقعد يهزر معاه ويقول له لو كنا حطينا ايدينا في ايد بعض كده من بدري كانت الامور بقت اسهل بكتير. بس قبل ما يقفل كلامه رماله كلمه سم
الفيلم. على فكره يا تيسير، من اللي انا شايفه كريم ده ينفع يكون متهم في قتل البنت مش مجرد شاهد. من ناحيه تانية سناء عرفت بالسر من الضابط الصغير دياب ان كريم اتورط في قضيه شروع في قتل، ان رقبه المدرس كان عليها علامات خنق واضحه بسلسله حديد. وبالليل سناء راحت في السر البيت قديم مهجور، وطلعت هي اللي مخبيه كريم جواه. واللي حصل ليلتها ان كريم هو نازل خنق في المدرس وعينه حمراء، لقى ست معديه في الشارع شافته فخاف وساب المدرس وجري. وفي طريقه قابل سناء بالصدفه، ولما شافته في الحاله دي سحبته واخدته وجري بيه على البيت المهجور ده عشان تحميه من الشرطه. في نفس الليله شريف راح للمدرس المستشفى وهدده ولوى دراعه عشان يقبل التصالح مع كريم ويقفل المحضر. المدرس قال له بغل: انا مش فاهمك، ده انت من كام يوم بس كنت بتشجعني اتبلى على سناء وبهدل سمعتها. الحوار ده كله كان تيسير واقف ورا الباب وسمعه بحذافيره. تيسير دخل المدرس بعد ما شريف مشي وضغط عليه لحد ما المدرس اعترف وقال له: والله شريف هو اللي قال لي على حكايه ان امك كانت شغاله في خماره وهو اللي قال لي استخدمها ضدكم. وافتكر لما شريف زمان كان ندل وفتحوا قدام عيال المدرسه كلهم وعايروا بامه رغم ان هو كان وعده يشيل السر. وتيسير طلع على مكتب شريف ودخل وجهه بعصبيه: انت ليه بتعمل فيا وفي اختي كده؟ انت ايه غلك من ناحيتي؟ شريف رد ببرود وتناحى: ده سوء تفاهم يا شريف، وبعدين دي حاجات قديمه وفاتت وما بقتش مهمه. تيسير بص له وقال له: مش مهم عندك انت، بس وحياه امي لو رد لك الصعصعين وهيجي اليوم اللي هتدفع فيه الثمن غالي. دخلت جيهان الصحفيه وقطعت خناقتهم بخبر صدمهم هما الاثنين. جيهان قالت انها وهي بتدقق في الصوره المطبوعه على وش السفاح لقطت ان القماش او المنديل اللي السفاح رابط بيه وشه عليه غرزه وتطريز يدوي مميز جدا، والتطريز ده هو نفس شكل الغرز اللي سناء بتعملها بايديها وهي بتطرز المناديل. والشخص الوحيد اللي ممكن يكون معاه منديل متطرز من سناء مش هيكون حد غير كريم. الخيوط كلها بدات تلف حوالين رقبه كريم، وتيسير بقى بين نارين. صاحبه القديم طلع واطي وخطيب اخته بقى متهم اول. تيسير اول ما لقط خيط المنديل حس ان اخته سناء في خطر حقيقي لانها مع كريم، فطلع جري وامر المباحث يقلبوا الدنيا تفتيش حوالين بيت كريم. في نفس الوقت سناء كانت في البيت المهجور بتجهز الشنط عشان تهرب مع كريم لانها عارفه ان لو البوليس مسكه هيتسجن في قضيه المدرس. بس كريم ما كانش عايز يجرجرها معاه في وساخته، فانتهز فرصه انها مش واخده بالها وخلع وهرب لوحده. وسناء لما لقت نفسها لوحدها كسرت شباك الاوضه وطلعت تجري وراه في الممر الضيق اللي جنب الغيط. وهي بتجري لفت انتباهها فزاعه شكلها غريب وقريب منها، وحست بان في مصيبه ولسه هتلف وتجري الفزاعه هجمت عليها ومسكتها، وقعوا هما الاثنين وسط شجر الغيط. في نفس اللحظه شريف كان معدي بالصدفه من هناك ولمح شنطه سناء مرميه على الارض وحس ان في حاجه غلط، فسحب طبنجته ودخل وسط الزرع. والسفاح لما حس بحركه ورجلين داخله عليه ساب سناء وفص ملح ودف في الضلمه. شريف لقى سناء مرميه على الارض مغمى عليها تماما، وفي وسط السكات ده كان السفاح مستخبي ورا الشجره وطلع سكينته. وشريف كمان كان مأمن نفسه وماسك سلاحه بحذر. تيسير وجيهان كانوا بيدوروا في نفس المنطقه وفجاه لقوا عربيه شريف ملقيه في وسط الطريق وبابها مفتوح، ولما بصوا جوه العربيه لقوا كيس فيه فستان بتاع سناء. تيسير لسه بيستوعب ضربه نار دوت في المكان، وتيسير اترعب وقال لجيهان: اثبتي هنا وما تتحركيش، وجري زي المجنون وسط الغيط يدور على اخته. وهو بيجري لقى شريف خارج من وسط الزرع وهو شايل سناء في ايده، وتيسير خطف اخته منه، ولما اتاكد انها مجرد مغمى عليها وبس ارتاح ونفسه رجع له. بس اول ما بص لشريف لقى في حاجه مش مظبوطه. شريف وهو بيصفي حسابه مع السفاح اخد منه طعنه غشيمه في بطنه وكان بينزف بغزاره وبيطلع في الروح. شريف وهو بيموت خاف لا يروح والسر يفضل مكتوم، فقال لتيسير الحقيقه: انا زمان عملتك وحش وبهدلتك لاني كنت فاكر انك اخويا من الاب، ليتها انا شفت امك مع ابويا وهم بيخونوا امي سوا. واول ما الكلمه طلعت من بقه قطع النفس واغمى عليه تماما بين ايدين تيسير. في نفس الوقت السفاح كان بيجري بدمه وسكينته ودخل بيته قريب من الغيط، لقى في ست نايمه في سابع نوم، وفورا الست دي بقت هي الصيد والضحيه الجديده اللي عليها العين. سناء فقت في المستشفى واول كلمه قالتها: فين كريم؟ جيهان قالت لها بحزن ان المباحث لسه ما لقيتلوش اثر، وسناء قامت تتنطط وعايزه تخرج تدور عليه فورا، بس اول ما نزلت من على السرير لقت دم سايل على رجليها، والدكتور كشف عليها وفجر المفاجاه: انت حامل في الشهر الثالث. سناء ما كانتش تعرف اصلا، ولحسن الحظ الوجع كان مجرد انذار بسيط والطفل نزل سليم. وسناء مسكت ايد جيهان واستحلفتها: اوعي يا جيهان تقولي لتيسير على موضوع الحمل ده نهائي. وبره الاوضه تيسير كان قاعد قدام غرفه العمليات اللي فيها شريف وفي ايده المنديل المتطرز، وكل تفكيره وشكوكه رايح ان كريم هو السفاح. ودخل لسناء وضغط عليها: انطقي، مين اللي عمل كده ومين القاتل؟ سناء لما لقت اخوها بيلبس القضيه لكريم حكت له ايه اللي حصل: انا لما جريت ورا كريم كان في حد بيجري ورايا وانا افتكرته ظابط جاي يقبض عليه، فجريت ناحيه الغيط عشان اشتت الانتباه وكريم يلحق يهرب، وما كنتش اعرف ان اللي ورايا ده هو سفاح الفزاعات. تيسير زعق فيها: انت بتكدبي عشان تداري عليه وتطلعي خطيبك بريء. صرخت وقالت له: والله دي الحقيقه، وكريم كان رايح يسلم نفسه اصلا وانا اللي منعته. قال لها: وليه ما جيتيش قلتي لي؟ ردت قالت له: انا جيت لك المركز وما لقيتكش، ولما عرفت ان المدرس ممكن يموت خفت على كريم وقررت اهرب معاه. هنا العمليه بتاعت شريف نجحت ونقلوه اوضه العنايه المركزه عشان النقاهه، بس الغريب ان الراجل نايم بين الحياه والموت ومفيش اي حد من اهله عدى من المستشفى او سال عليه. تيسير قعد يقلب في نوت التليفونات شريف لحد ما لقى رقم اخوه الكبير الضابط اللي في الرئاسه، واتصل بيه وبلغه ان اخوه شريف انطعن وهو في المستشفى وحالته خطر. اخوه رد ببرود وجحود تام وما فرقتش معاه ان اخوه بيموت، وكان كل اللي همه وسؤاله الوحيد لتيسير: طب والسفاح قبضتوا عليه ولا لسه؟ الاخ طلع ابرد من التلج وكل همه الكرسي والانتخابات، وتيسير لسه غرقان في لغز كريم والطرحه. الصبح بدري كان اخو كريم الكبير واقف بيتكلم في التليفون مع معارفه بيسالهم لو حد فيهم لمح كريم في اي حته، واول ما لمح امه جايه عليه راح قفل السكه بسرعه
كدب عليها وقال لها ده كريم لسه مكلمني وبيطمني ان هو وصل بيت صاحبه وقاعد هناك واموره تمام. في نفس اللحظه دخل عليهم تيسير وسال الاخ بلهفه هو كريم فين بالظبط. الاخ خاف على امه تتخض فسحب تيسير بره البيت وفهمه ابوس ايدك يا كابتن تيسير امي تعبانه ومش هتتحمل، اوعى تعرفها ان البوليس بيدور على كريم كمتهم هارب. وساله بقلق عن قضيه المدرس، فتيسير طمنه وقال له ما تقلقش الواد الندل ده اخد حقه والموضوع هيخلص بمصالحه ودي، بس عشان نقفل المحضر لازم كريم يظهر، فلو كلمك او عرفت طريقه بلغه يجي فورا. الاخ من فرحته واحساسه بالامان اخد تيسير بالحضن وقعد يشكره. تيسير لما رجع المركز دخل لرئيس المباحث وبلغه ان اهل كريم نفسهم ما يعرفوش مكانه، واكد له ان هو شاكك ان كريم ممكن يكون السفاح وممكن يكون مظلوم. هنا قاموا 2 ضباط ملاعين زمايل تيسير وزعقوا له وقالوا له مظلوم ايه ده هو السفاح ومفيش غيره، ولازم يا فندم ينزل له امر ضبط واحضار ونشره جنائيه فورا. تيسير قال لهم كل الادله اللي معانا ادله غير مباشره وما تركبش قضيه، والصح اننا نستنى شريف يفوق من الغيبوبه لانه بنسبه كبيره شاف وش القاتل وهو بينطعن. بس الاثنين الضباط قعدوا يضغطوا على المدير ويقولوا له مفيش وقت نضيعه اكتر من كده والبلد قايده والجو مشدود في المكتب. تليفون المركز رن ببلاغ عن جريمه قتل جديده، المره دي الضحيه كانت بنت طالبه في المدرسه وتم الاعتداء عليها وخنقها بسلسله حديد في رقبتها لحد ما ماتت. بس الغريب ان ايديها ورجليها ما كانوش متكتفين، يعني اسلوب القتل اتغير عن ال5 ضحايا اللي فاتوا. والألعن من كده ان القاتل كان محترف ودخل من سكات لدرجه ان ابوها وامها كانوا نايمين في الاوضه اللي جنبها على طول وما حسوش باي حاجه وهي بتنقتل. في نفس الوقت الاثنين الضباط زمايل تيسير اخدوا بعضهم ووقفوا في حاره ضيقه قدام بيت البنت المقتوله، وطلع وراهم مصيبه. اتضح ان ليلتها بالليل كانوا قبضوا على كريم في الحته دي بالذات وهو في ايديهم، وقبل ما يركبوه البوكس كريم غفلهم وفك الكلبشات من ايده وهرب منهم، وعشان كده هم مستميتين يلبسوا القضيه لكريم عشان يدوروا على خيبتهم وتاثيرهم ان المتهم هرب من ايديهم. وقدام البيت ابو وام البنت المقتوله كانوا واقفين في الشارع بيصرخوا ويصوتوا بحرقه، بيلوموا نفسهم ان بنتهم اتقتلت في الاوضه اللي جنبهم وهم نايمين زي القتله وما حسوش بيها. اهل المنطقه والجيران لما شافوا المنظر ده دمهم فار واتكتلوا كلهم ضد الشرطه وقعدوا يصرخوا في وشهم انتوا فالحين في ايه بقالكم شهور مش عارفين تجيبوا السفاح، زمان كنتوا بتقولوا للبنات ما تخرجش بالليل، دلوقتي البنات بتتقتل وهي نايمه في السرير جوه بيوتها. رئيس المباحث وقف يحاول يهديهم ويقول لهم يا جماعه احنا شغالين ليل نهار ومش بننام، ادونا بس شويه وقت. بس الناس ما كانتش طايقاهم وبداوا يشتموا الضباط ويرموهم بالبيض والدقيق والمنطقه اتقلبت لمظاهره وهيصه وخراب. الصبح بقى شريف فاق اخيرا في المستشفى، وفي نفس الوقت وصل المركز قرار بنقل اخو شريف الكبير وبقى هو المأمور الجديد للمركز، وفرد صدره قدام الكاميرات واعلن انا جاي اشكل فريق بحث جديد وهنسرع الاجراءات ومش هسمح باي تقصير او تهاون قدام الراي العام. وفورا ادى مقطوره رئيس المباحث القديم ومشاه من المركز وعين مكانه ضابط جديد من رجالته. رئيس المباحث القديم وهو بيلم حاجته وماشي نبه على الضباط فتحوا عيونكم وهاتوا السفاح ده باي ثمن. تيسير بعدها استناه في الشارع وهو ماشي وقدم له هديه بسيطه عباره عن جاكيت صوف كنوع من الوداع. والمدير بص لتيسير وقال له نصيحه غاليه يا تيسير انت ضابط شاطر وملكش حل، بس عيبك انك عايز تعمل كل حاجه لوحدك، بلاش تمشي بطولك، حط ايدك في ايد زمايلك واشتغلوا كفريق. بعدها تيسير رجع المكتب فالمأمور الجديد اخو شريف ناداه وساله ايه رايك في قضيه البنت اللي عندها 14 سنه دي. تيسير رد بثقه وقال الجريمه دي ملهاش اي علاقه بقضيه سفاح الفزاعات، السن مختلف والمكان جوه البيت مش في الغيط والتكتيف مش موجود. هنا الاثنين ضباط ملاعين ما استحملوش وطلعوا الكلمه اللي مخبيينها وقالوا للمأمور الجديد بس يا فندم احنا شفنا كريم ليلتها وهو بيلف حوالين بيت البنت المقتوله دي قبل ما تهرب منه. تيسير اول ما سمع ان هم شافوا كريم ومخبيين عليه من ليلتها عينيه احمرت وكان هيتجنن ويفرتكهم في المكتب لانهم ضيعوا اهم خيط. وفي المستشفى المأمور الجديد راح زار اخوه شريف واتضح ان نقله للمركز هنا كان باوامر مباشره من ابوهم عضو مجلس الشعب، وعشان لو هم الاثنين قدروا يقفلوا قضيه السفاح دي الاسهم بتاعه ابوهم في الانتخابات هتطير في السماء. يعني باختصار هم نازلين يتاجروا بالقضيه لصالح الكرسي. شريف بص لاخوه بضحكه سخريه ووجع وقال له يعني انت دلوقتي جاي تقول لي يا اخويا ونازلين نشتغل سوا؟ وافتكر زمان لما كان شريف صغير وابوه كان دايما بيجلده بينهال عليه بالضرب لانه شايفه فاشل وما يجيبش همه، وكان اخوه الكبير ده بيقف يتفرج عليه ويضحك ويقول له بتتعب نفسك ليه وتذاكر، افتكر انك ابن الزوجه الثانيه وابوك عنده عيال بره كتير غيرك يعني انت مالكش تمن عنده. نرجع للواقع. المأمور الجديد وهو خارج من المستشفى بعد ما خلص كلامه واتقابل وش لوش مع تيسير، وتيسير ساله عن فريق البحث الجديد اللي هيشكله واداله كاش مبطن يعني تلقيح كلام، وقال له بما انك قعدت على الكرسي وبقيت المأمور لازم تعرف ان القائد الصح هو اللي بيشيل المسؤوليه وبيعرف يحمي ظهره ويحمي الضباط اللي شغالين تحت ايده مش بيضحي بيهم عشان الكرسي. والمواجهه بقت على المكشوف بين تيسير والمأمور الجديد وشريف طعنته لسه مأثره عليه. تيسير كمل كلامه مع المأمور الجديد وقال له ببرود يا ريت تسيب حد بيفهم وعنده ضمير يشيل مسؤوليه فريق البحث ده. الكلام نزل على المأمور الجديد زي السكين وفار دمه من كتر الغيظ لان تيسير بيعلمه الادب. شريف كان واقف فوقه بيبص عليهم من الشباك وفرحان جدا في اخوه ميت من الضحك، ولما تيسير طلع له شريف ساله انت قلت له ايه بره خلاه يقطع الخلف ويتحرق كده؟ قول لي عشان استخدمها معاه بعدين. تيسير ما عبروش وسال دغري انت شفت وش السفاح؟ شريف قال له لا ما شفتوش لانه كان لابس القناع. شريف ساله باستغراب انت ليه مثبت ان كريم بريء وبتدافع عنه مع ان كل الخيوط لابساه؟ تيسير اعترف وقال له انا فعلا كنت شاكك في توقيت هروب كريم وطعنتك انت، بس بعد ما عرفت انه كان بيلف حوالين بيت البنت اللي عندها 14 سنه ليلتها ما بقاش عندي شك، كريم هو السفاح. تيسير شكر شريف لانه انقذ سناء، وشريف كمان اعتذر لتيسير وسناء عن كل قله الادب والكلام اللي قاله زمان. في نفس الوقت سناء كانت نايمه وجالها كابوس
كابوس مرعب، حلمت ان في ايد غريبه بتسحبها من السرير وبتجرها وسط الغيط، وقامت مفزوعه وبتصرخ. قعدت تشتكي لجيهان وهي بتعيط وقالت لها انا قلقانه على كريم جدا، هو مش من النوع اللي بيختفي فجاه كده ومن غير ما يحاول يطمني او يوصل لي. والصبح كان كرم اخو كريم لسه بيلف في الشوارع وبيسال عليه، وفي اتوبيس معدي من وراه كان في واد شاب راكب، واول ما لمح كرم دار وشه بسرعه وبان عليه الرعب. واتضح ان الواد ده كان مع كريم ليلتها لما الاثنين الظباط الملاعين مسكوه، والظابط هدد الواد ده وقال له لو فتحت بقك ان انت شفتنا مع كريم هنسجنك. الحقيقه الوسخه ان كريم ما هربش من الكلبشات ولا حاجه، الاثنين الظباط الملاعين هم اللي خطفوه وحبسوه في بيت مهجور وقاعدين ينزلوا فيه تعذيب وضرب غشيم عشان يجبروه يبصم ويقر على نفسه ان هو سفاح الفزاعات ويقفلوا القضيه لحسابهم. وفي المستشفى تيسير كان بيخلص ورق اذن تفتيش رسمي لبيت كريم عشان يلحق يمسك اي خيط ويقفل القضيه قبل ما فريق البحث الجديد بتاع المأمور يستلم الشغل. وتاني يوم القوه طلعت باذن التفتيش وكسروا بيت كريم وقعدوا يقلبوا عليها واطيها، وام كريم ما كانتش فاهمه حاجه، ولما عرفت ان ابنها بقى هو المتهم الاول في قضيه السفاح جريت على تيسير وقالت له مشيهم يا ابني قول لهم يوقفوا تفتيش. بس تيسير بص لها بحزن وقال لها انا اللي طالب اذن التفتيش بنفسي لان الشواهد بتقول ان كريم متورط. والصدمه حلت على الام وعلى اخو كريم وسناء اللي كانت واقفه، والام اتجننت وقعدت تصرخ وفقدت اعصابها، وبصت لسناء وقالت لها بغل انا كنت بقول لابني اختار اللي تناسبك، ايه اللي جابنا للنوعيه دي؟ اوعي تقولوا لي يا ماما تاني لما امكم رمتكم وسابتكم في الشارع انا اللي كنت باكلكم وبشيلكم، دلوقتي جايه تخربي بيتي وتضيعي ابني. وسط الهيصه والزعيق والخراب ده سناء جالها غثيان ودوخه اعراض الوحم والترجيع، وتيسير لقط اللقطه وعرف ان اخته حامل في الحرام من كريم، وقف في مكانه عاجز ومغلول ومتدمر من كتر قله الحيله. وسناء قعدت تصرخ في اخوها انت فاهم غلط يا تيسير، كريم بريء، انا افتكرت شكل ظهر السفاح ليلتها وهو بيجري ورايا، السفاح كان مصاب ورجله تقيله وبيعرج وهو ماشي، لكن كريم سليم. بس تيسير ما اكلش معاه الكلام وزعق فيها وقال لها انت بتالفي قصه كذب وبتتحججي عشان تطلعي الواد ده بريء وتداري على عملتك. جيهان لما لقت الدنيا ولعت واعصاب تيسير فلتت سحبت سناء وقالت لها اطلعي اقعدي في العربيه بره، ووقفت لتيسير لوحدها في البيت ونزلت فيه تلطيش وتوبيخ وغسلته ومسحت بيه الارض وقالت له اتعلم تحقق زي الخلق وبلاش الغشوميه دي، انت بتتصرف بالطريقه دي وبتزعق لانك مغلول ان الاحداث مش راكبه مع بعض وفي حلقه مفقوده انت مش عارف تفسرها، فبتطلع غلك في اختك. وسابته مشيت وهي على اخرها وهو واقف لوحده وسط الكركبه. واحد من الظباط لقى صوره قديمه لكريم مع تيسير، والظابط الرزل ابو شعر كابوريا ده قعد يلقح كلام على تيسير ويقول له يا عيني ده انتوا طلعتوا حبايب واصحاب من زمان قوي، اللي في موقفك ده وفي صله قرابه دي المفروض يتنحى عن القضيه ويقعد في بيته. تيسير اخذ الصوره في ايده وفضل متنح فيها، وفجاه اللمبه نورت في دماغه واكتشف سر خطير، اخد بعضه وطار زي الطلقه على المركز وفتح الدفاتر والملفات القديمه وسجلات الوفيات والجرايم وبص في التواريخ. اول ضحيه انقتلت في السلسله دي كانت يوم 13 ديسمبر 1987، ولما بص في الصوره اللي في ايده لقى ان في نفس اليوم ده بالذات 13 ديسمبر 1987 كريم كان مع تيسير في فرح وبيحضروا زفه وتصوروا سوا في نفس الساعه. تيسير ضرب كف على كف وصرخ في نفسه كده مستحيل مستحيل كريم يكون هو القاتل. نفس اللحظه دخل الضابط الصغير ومعاه الضابط ابو شعر كيرلي ومعاهم حرز وقالوا بلقم احنا لقينا الدليل القاطع ليدين كريم، الشنطه الحمراء بتاعت البنت المقتوله منا لقيناها مستخبيه جوه مكتب. تيسير كان هيتجنن لان عقله بيقول له ان في لغز كبير وحلقه مفقوده هو مش عارف يوصل لها. في وسط الهيصه دي دخل كرم اخو كريم الكبير وهجم على تيسير ومسك في خناقه، انت ازاي تشك في اخويا وتخليهم يقلبوا بيتنا؟ تيسير قعد يربط الخيوط والتواريخ في دماغه وفجاه سكت وبص لكرم نظره رعب. بالادله دي المتهم مش لازم يكون كريم بس، والشخص اللي واقف قدامه ده كرم ينفع بشده يكون هو السفاح لانه عايش معاه في نفس البيت ويقدر يوصل لكل حاجه. تيسير طلع على شريف وقال له انا هعيد التحقيق من اول وجديد عشان اجيب القاتل الحقيقي، وشريف اول ما سمع كده اتعصب جدا وقال له انت بتقول ايه؟ ده مش فاضل غير 10 دقايق بس على المؤتمر الصحفي اللي هعلن فيه اسم القاتل للراي العام، هقول ايه للمسؤولين والصحفيين دلوقتي بعد كلامك ده؟ تيسير سابه وراح يدور على السجلات الطبيه بتاع كرم وهو في المستشفى، وقابل مهندس من معهد الابحاث النوويه وبدا يفتح معاه كلام. المهندس ده قال له انا عندي طريقه تخلص لك الليله وتصفي لك قائمه المتهمين دي، احنا ممكن نستخدم الاشعاع النووي عشان نحلل عينات الشعر ونعرف طبيعه شغل القاتل، بس نبهه ان الموضوع ده لسه تحت التجريب والبحث ومفيش جهه رسميه اعتمدته. وفجاه التلفزيون اللي في المستشفى اذاع المؤتمر الصحفي واتضح ان شريف ما سمعش كلام تيسير واعلن رسميا ان كريم هو سفاح الفزاعات، والناس كلها اتصدمت لما عرفت ان الشاب الهادي بتاع المكتبه يطلع سفاح سايكوباتي. والمأمور الجديد اخو شريف الجاحد لما شاف المؤتمر في التلفزيون دمه فار وقعد يكسر في المكتب لان اخوه الصغير سبقه ولقط اللقطه والشوق الاعلامي مكانه. والحقيقه ان شريف كان ناوي ياجل الاعلان، بس اول ما لمح ابوه عضو مجلس الشعب واقف ورا الكاميرات بيبص حب يثبت نفسه قدامه وما يكسرش كلامه فاعلن اسم كريم. وشريف وقف مذهول لان دي اول مره في حياته كلها ابوه يعترف بيه ويشكره. بعدها تيسير دخل وواجه شريف بعصبيه، انت ليه عملت كده وانت عارف ان في شك؟ شريف رد عليه وقال له الادله كلها راكبه عليه وانت بتدافع عنه بس عشان اختك حامل منه. تيسير ساعتها تاه في الكلام وما قدرش ينطق ويقول له ان هو شاكك في اخوه كرم. شريف زعق له وقال له لو عايزني اصدقك روح هات لي دليل قاطع وملموس يهد كل الادله دي ضد كريم. في نفس الوقت كريم كان بينضرب علقه موت وبيتعجن تعذيب على ايدين الاثنين الضباط الملاعين اللي طلع ان شريف نفسه هو اللي امرهم يخطفوه ويهرسوه ضرب عشان يقر بالقضيه. كريم كان بيصرخ وهو غرقان في دمه والله ما عملت حاجه، فدخل عليه شريف وبدا يلعب على اعصابه وبص له باحتقار وقال له انت حته عيل شيوعي هتعرف تقتل كل دول ازاي؟ القاتل الحقيقي هو اخوك الكبير بتاع المكتبه وهو
وهو اللي لبسك الليله. ومش بس كده، ده قعد يهدده بامه وقال له تخيل امك لما تكتشف ان ولادها الاتنين مجرمين وسفاحين هتبص للناس ازاي. كريم من كتر الرعب والخوف على امه واخوه الكبير استسلم وقرر يشيل الليله بنفسه واعترف بجرايم هو ما عملهاش اصلا عشان يحميهم. وتيسير لقى كل الابواب اتقفلت في وشه، فاخد خصله من شعره كانت طالعه من جثه واحده من الضحايا. وبعد الفحص والتحليل الاشعاعي المهندس قال له الشعره دي فيها نسبه عاليه جدا من التيتانيوم، وده معناه ان القاتل بنسبه 100% شغال في مصنع معادن او لحام وبيتعامل مع الماده دي يوميا. الوقت ده بعد ما اسم كريم نزل في التلفزيون اهل البلد اتقلبوا على عيلته، جم وكتبوا بالبويه على جدران بيتهم وكسروا المكتبه وخرطوا الدنيا. وكرم اخد مراته ووداها بيت اهله عشان يحميها من غضب الناس، ورجع على المكتبه ولقى تيسير واقف مع جيهان وبيتكلموا. كرم اول ما سمع ان تيسير كان شاكك فيه هو كمان ان هو السفاح انعم من الغضب ونزل ضرب في تيسير. وتيسير مسكه وقال له انا فعلا شكيت فيك بس خلاص رجعت في كلامي لان السفاح فصيله دمه بي وانت فصيله دمك ايه يعني مش انت. هدي وقال له ان هو ما يعرفش الشنطه الحمراء دي جت من المكتبه ازاي وغالبا في حد دخل تاني وحطها وسط الكتب عشان يلبس كريم القضيه. تيسير ساله هو في حد من اصحاب كريم شغال في مصنع المعادن؟ كرم قال له صاحبهم مدحت. تيسير طار على المصنع عشان يحقق مع مدحت، بس لما عملوا فحص فصيله دم طلعت فصيلته والسفاح فصيلته بي، يعني برضه طلع بريء. في نفس الوقت نقلوا كريم على حجز المركز عشان يبصم على الاعترافات. تيسير دخل عليه وهو مش مصدق وعايز يسمع الحقيقه من بقه، بس كريم كان قافل بقه وما قالش غير كلمه واحده انا اللي قتلتهم كلهم يا فندم. تيسير خرج من الحجز وهو قرفان ومتدمر وبص لاخته سناء بمنتهى القسوه والكسره وقال لها جهزي نفسك انت هتروحي تسقطي العيل ده فورا. والصبح سناء راحت الزياره في المركز وطلبت تقابل كريم لاخر مره وقالت له وهي بتعيط انا عارفه انك مش مجرم ومستحيل تعمل كده، قول لي ليه اعترفت. وقامت فجرت له المفاجاه وقالت له كريم انا حامل في ابننا، ارجوك حارب ودافع عن نفسك وما تاخدش ذنب مش ذنبك عشان ابننا لما يتولد ما يعيش طول عمره الناس بتشاور عليه وتقول له ده ابن سفاح وبقى قاعد مش عارف يتصرف ازاي ولا يلحق اخته ولا امه منين. تاني يوم المباحث جابوا الست منى اللي نجت من الخنقه عشان تسمع صوت كريم. اول ما سمعته قالت الصوت ده شبه صوت السفاح قوي بس حاسه انه مش هو بالظبط. الظابط الرزل ابو شعر كابوريا ما اكلش معاه الكلام وقال بغباء شبهه خلاص يبقى هو ومفيش غيره، واداها الشنطه الحمراء وقفل المحضر وطردها بره. الست وهي خارجه من المركز وبتتمشى في الشارع اتفاجئت بجيهان قطعت عليها السكه وبتسالها عن كواليس اللي حصل جوه. الست منى ما كانتش عايزه تحط نفسها في مشاكل او دوشه تاني وقالت لها يا جيهان يا بنتي ما خلاص هم قبضوا على السفاح وخلصنا. جيهان ردت عليها بذكاء الشنطه فيها بطاقتك واوراقك، لو انا كنت مكان السفاح وطلعت سليم كنت هرمي الشنطه قدام باب بيتك كنوع من التهديد، ايه اللي يخليني اروح احطها في مكان مكشوف ومشبوه زي المكتبه. الست لما سمعت الكلام ده اترعبت وفكرت ان لو السفاح الحقيقي لسه بره يبقى الكل في خطر. طلعت من جيبها علبه كبريت مكتوب عليها اسم مقهى الاندلس واديتها لجيهان وقالت لها الحاجه دي انا لقيتها فجاه جوه شنطتي الحمراء بعد ما رجعت لي وغالبا دي بتاعت السفاح. في نفس الوقت تيسير كان قاعد بيقرا نص اعترافات كريم ولقى ان الكلام مش راكب لان كريم اعترف بالحاجات اللي المباحث عارفاها ونشرتها بس، ولما جه يتكلم عن المنديل اللي غطى بيه وشه وصفه بوصف غلط تماما. تيسير اخذ الضابط الصغير وجريوا على الحجز ولقوا الضابط الحرامي ابو شعر كيرلي نزل ضربه وفشخ في كريم لانه مش عارف يكمل بقيه الافاده. تيسير لما قرب من كريم لقى جسمه كله مشوه متبهدل وعرف ان العلامات دي مش جديده، ده الولد اتضرب واتعجن تعذيب بقاله ايام في السر. وتيسير دمه فار ومسك الاثنين الضباط وزعق فيهم انتوا ازاي تحبسوا بني ادم وتعذبوه من ورايا من غير اذن نيابه. ومن نظرات الخوف في عينيهم تيسير لقط على طول ان شريف هو اللي واقف ورا الملعوب ده كله. الوقت ده شريف كان لابس ومتحيك وابوه واخده معاه يتعشوا في مطعم تقيل مع عائله الحاج كمال رجل الاعمال لان الاب عايز يجوز شريف من بنته باسرع وقت عشان يضمن الدعم والتمويل في الانتخابات. اول ما شريف رجع البيت لقى تيسير مستنيه في الضلمه وفجاه نازل بوكس في وشه وعمل له ارتجاج. شريف دمه فار ورد له الضربه ودخلوا هما الاثنين في وصل الضرب وتقطيع هدوم وغل قديم. وطبعا بعد كام لقطه فنيه تيسير هرس شريف وعجنه ضربه وخلى وشه شوارع وصرخ فيه وهدده بسبب الحركه القذره اللي عملها مع كريم وقال له انا كنت فاكرك اتغيرت ونضفت بعد ما اتطعنت بس ديل الكلب عمره ما يتعدل. وقال له فتح عينك وشوف الايام الجايه انا هرد لك الصعصعين وبنفس الطريقه اللي علمتني بيها الوساخه. تيسير عارف ان شريف واخوه المأمور الجديد ما بيطقوش بعض وكل واحد بيفكر في مصلحته. فالصبح بدري راح للمأمور الجديد وقدم له عرض ما يترفضش. كريم اعترف تحت التعذيب والضرب والاعتراف باطل وانا دلوقتي هروح اجيب لك السفاح الحقيقي لحد عندك بالدليل بس في المقابل تطلع كريم من الحجز وتنقله المستشفى يتعالج. المأمور الجديد فكر ولقى ان العرض ده فيه لقطه وشو اعلامي ليه وهيكسر عين اخوه الصغير فوافق فورا من غير تردد. ومن ناحيه تانية جيهان اخذت علبه الكبريت وراحت على مقهى الاندلس وقعدت تسال وتلف على الزباين الشغالين لو حد لمح الشنطه الحمراء دي مع حد. بعد عناء واحده من الشغالات هناك لقطت الشنطه وقالت لها انا فاكره الشنطه دي من فتره كنت سايقه الموتوسيكل وفجاه طلع علينا راجل برجل تقيله وبيعرج فخلاني اتقلب في الشارع والراجل من كتر اسفه اعتذر لي واداني الشنطه دي كتعويض بس لما فتحتها ولقيت فيها بطاقه بتاعت ست تانية خفت ورجعتها له. جيهان سالتها وما تعرفيش الراجل ده شغال فين؟ البنت قالت لها شغال في ورشه تصليح جرارات والات زراعيه اسمها ورشه سليمان واتضح ان الراجل ده هو نفسه الشاب اللي كان راكب الاتوبيس وهو اللي شاف كريم وهو بيتقبض عليه من الضباط الملاعين. جيهان اخذت العنوان وطارت على ورشه فورا. في نفس الوقت تيسير بعد ضغط على كريم في الحجز عرف منه ان في شاب اسمه سليمان كان معاه ليلتها وشاف كل حاجه. وتيسير عرف ان شهاده سليمان هي الخيط الوحيد اللي هتثبت ان كريم بريء من القضيه بتاعت البنت اللي عندها 14 سنه فطلع جري على الورشه. اول ما تيسير دخل الورشه عينه وقعت على الارض ولقى بطاقه واوراق جيهان مرميه وسط التراب وجنبها حتت ازاز مكسور ووقع دم. تيسير قلبه وقف
شريف وركبه ثابت وافتكر ان السفاح غفل جيهان، سحب السلاح وجري يدور عليها في الارض الجوانيه وهو مرعوب، بس لما دخل لقى جيهان قاعده سليمه وما فيهاش خدش. اتضح انها وهي داخله الورشه اتكعبلت ووقعت صينيه الكوبايات الازاز واتكسر وعورت ايديها تعويره بسيطه، وسليمان كان قاعد بكل طيبه بيطهر لها الجرح وبيطلع الازاز من ايديها. تيسير اخد نفسه وقعدوا يتكلموا مع سليمان حكى لهم الحكايه وقال انا لقيت الشنطه الحمراء دي مرميه بالصدفه وما كنتش اعرف ان فيها بطاقه حد، ولما البنت رجعتها لي خفت الناس تفتكر ان انا اللي سرقتها، فاخدتها ورحت رميتها في وسط كتب المكتبه عند كريم عشان تطلع من ذمتي. تيسير قال له طب يلا بينا على المركز عشان تشهد باللي شفته وتنقذ زميلك. وافق فورا وقال له تمام يا فندم هروح معاكم، بس اديني 5 دقايق بالظبط اقفل عده الشغل ورشه واكون معاكم. تيسير لسه بياخد نفسه وبيرتاح ان كريم خلاص براءته قربت تظهر، وفجاه وهو بيبص على سليمان وهو بيتحرك في الورشه لمح رجله، الراجل بيعرج ورجله طويله زي بالظبط ما سناء وصفت ظهر السفاح. تيسير دخل وراه الورشه وهو بيفكر كلام المهندس بتاع المعهد النووي القاتل بنسبه كبيره شغال في مصنع معاد وبيتعامل مع اللحام والمواد دي يوميا. في اللحظه دي كل شكوك تيسير اتقلبت 180 درجه وراحت لسليمان، وعشان يتاكد خرج وسال ست جارتهم في المنطقه عن ظروفه، فالست قالت له يا ابني سليمان ده شغال في ورشه الحداده والسمكره دي من وهو عنده 18 سنه، بس رجله دي عجز وشلل الاطفال من صغره، ده يا دوب بيمشي بالعافيه، هيجري ازاي بس ويقعد يطارد في خلق الله. في نفس الوقت كريم كان راكب عربيه الترحيلات في طريقه للمستشفى عشان يتعالج، وفجاه ظهر عربيه ملاكي قطعت عليهم السكه ووقفتهم غصب، نزل منها اشخاص ادعوا ان هم تبع النيابه العامه ومعاهم امر رسمي بنقل كريم للسجنتوره او حجز عمومي تاني، وبدون ما يدوا فرصه لضابط الحراسه يتاكد من الورق سحبوا كريم وركبوا العربيه وطاروا بيه. واتضح ان اللعبه دي كلها من تحت راس الندل شريف، لانه خايف ان لو كريم وصل للمستشفى والدكاتره شافوا اثار التعذيب والنفخ اللي عملوا فيه رجاله الحكايه هتكبر وتطلع للراي العام وتطير رقبته. المباحث اخذوا سليمان على المركز عشان يسجلوا شهادته رسمي بخصوص الاثنين الضباط اللي قبضوا على كريم ليلتها، وقالوا ان هو ما كانش قادر يتكلم ليلتها لان الضابط هدده. وبعد ما تيسير سجل الشهاده على شريط كاسيت سال سليمان بخبث طب انت ايه اللي جابك في المنطقه دي ليلتها بالليل؟ انت رجلك تقيله ومش بتاعت مشاوير بعيده. سليمان هرش في راسه وقال باحراج والله يا فندم انا نساي جدا وذاكرتي على قدي ومش فاكر ايه اللي خلاني اروح هناك ليلتها. وقبل ما يمشي تيسير ساله تفتكر في حد شايل من كريم او بينه وبينه عداوه وعايز يلبسه القضيه؟ سليمان رد عليه بضحكه وقال له عداوه ايه يا فندم، ده كريم واد جان ومطير عقول بنات البلد كلهم والشباب بتغير منه، انما حد عايز يقتله او يلبسه جنايه ما اعرفش الصراحه. تيسير اخد شريط تسجيل شهاده سليمان وطار بيه على المأمور الجديد اخو شريف وطالبه بفتح تحقيق داخلي فورا مع الاثنين الضباط اللي عذبوا كريم لان الشهاده دي بتثبت ان الواد مظلوم. بس تيسير اتصدم لما المأمور الجديد دلق في وشه جردل ميه ساقعه وقال له نحقق مع مين؟ كريم اتنقل خلاص تبع جهه سياديه تانية وجاء عليه امر حظر زيارات كامل، يعني مفيش في ايدي حاجه اعملها ولا اقدر افتح تحقيق داخلي. والمأمور الجديد حب يوقع بين تيسير واخوه فقال له على فكره اخويا الصغير شريف ده مجرد عيل بتراش من ابوه مستعد يعمل اي حاجه وسخه او يلبس القضيه لاي حد لمجرد ان هو يرضي الباشا الكبير. وفي صاله الجريده جيهان وزميلها كانوا محتارين ومترددين هل ينشروا خبر ان كريم ممكن يكون بريء ولا يستنوا. وسط الحيره دي دخل عليهم تيسير وطلب من جيهان تخدمه وتكتب سطر زياده في المقال الرائع ان فريق البحث الجنائي حط ايده على متهم جديد ومثير لشبهات في القضيه. وجيهان برقت وقالت له مين المتهم ده؟ تيسير قفل الكلام وقال لها مش هقدر اقول اسمه دلوقتي بس انا مش بتسلى ومش بقول اي كلام. شريف قفل المحاضر ومقعد الواد في الحجز وشهاده سليمان لوحدها مش هتحركه. الحل الوحيد عشان نخليهم يخافوا ما يلمسوش كريم تاني هو اننا نعلن للراي العام ان في متهم جديد وساعتها يضطروا يهدوا اللعب. جيهان بذكائها لقطتها وقالت له انت شاكك في سليمان مش كده وما قلتش لحد في المركز. تيسير اعترف وقال ان هو عايز يتاكد الاول هل ينفع حد برجل عاجزه زي دي ينفذ الجريمه من غير ما يجري. جيهان ردت بيأس بس السفاح ليلتها جري ورايا وضربني بطوبه في دماغي. تيسير سالها انت شفتيه بعينك وهو بيجري؟ طب وليه ما يكونش واقف من بعيد وحدف الطوبه وجت في راسك؟ جيهان فكرت وقررت تعمل تجربه في الصاله، خلت زميلها يقف في مكانه تماما وهي بدات تجري من قدامه وحسبت بالظبط 5 ثواني نفس الوقت اللي جريته ليلتها. طلبت منه يحدف عليها كره من مكانه اول ما الوقت يخلص. الكره خبطتها فعلا وهنا جيهان وقفت مذهوله وعرفت ان كلام تيسير صح بنسبه 100%. السفاح ما كانش بيجري وراها ده حدف طوبه من بعيد هو واقف مكانه. والصبح البلد كلها صحت على منشطات الجرايد وهي فاتحه الدنيا ومسربه خبر ان كريم تم احتجازه 5 ايام وتعذيبه في السجن وان اعترافه جه تحت التهديد واكراه السلاح. شريف وابوه اول ما شافوا الجرايد وشهم اسود وبقى زي طين الارض من كتر الغضب والخوف من الفضيحه. وفي المقابل سناء وعيله كريم طاروا من الفرح وحسوا ان في امل. والمأمور الجديد انتهز الفرصه فورا واصدر قرار رسمي باستدعاء قطاع التفتيش والرقابه الداخليه للتحقيق مع رجاله شريف دخل مكتب تيسير وهو قالب وشه وعينيه بتطلع شرار ورمى الجريده في وشه وزعق انت ازاي تسرب ان في متهم جديد من ورا النيابه ومن ورايا؟ مين المتهم ده؟ تيسير وقف بكل ثقه وحط عينه في عينه وقال بنبره تحدي انا لسه بجمع الادله ولما تخلص هبقى افرجها لك. شريف كان هيموت من الغيظ من لقمه تيسير وبروده. وفي وسط الفرحه دي دخل الضابط الصغير وجايب معاه تقرير المعمل الطبي واتضح ان نتيجه فحص التحاليل بتقول انه سليمان فصيله دمه بي زي فصيله دم السفاح بالظبط. في نفس الوقت عضو مجلس الشعب راح يزور ولاده الاثنين وبص لشريف بتنهيده وحسره وقال له افتكر مرض امك وتعبها، انت هتاخد اجازه مفتوحه وتريح دلوقتي وسيب بقيه الشغل والموضوع ده كله لاخوك الكبير هو اللي هيخلص. شريف اخد بعضه وراح المستشفى يزور امه اللي اتضح انها بدات تخرف وجالها الزهايمر وقعدت تعيط وتقول له برعب يا شريف اوعى تكسر كلام ابوك او تقف قصاده ده ممكن يرمينا في الشارع واحنا
ملناش غيره. شريف مسك ايد امه وطمنها وقال لها بغل ما تقلقيش يا امي، انا بقيت وكيل نيابه كبير دلوقتي، وابويا نفسه ما يجرؤش ان هو يعمل لنا حاجه، نامي وارتاحي. الام صدقته وهديت وبدات تبتسم. وفي بيت سليمان العيال الصغيرين ولاد الست صاحبه البيت اللي كان قاعد معاهم كانوا بيلعبوا وسط الغسيل ولقوا منديل متطرز تضريس يدوي مميز. سليمان اول ما لمح المنديل في ايد البت وهي بتشخبط عليه جري عليها وخطفه من ايديها، لها وعينيه بتطق شرار، ده منديل بتاع صاحبي اياكي تلمسيه تاني. وبعدها بشويه البنت الصغيره طلعت تلعب وفقدت توازنها وكانت هتقع من فوق موتوره عربيه نقل واقفه. سليمان لمحها وفجاه طار زي السهم بسرعه مرعبه مش بتاعه راجل مشلول، واخد البنت في حضنه ونزلوا على الارض. البنت ما جرالهاش حاجه وقعدت تعتذر له وتقول له ببراءه انا اسفه يا عم. المشهد ده كله كان تيسير واقف من بعيد ومراقبه بعينه، وعرف ان شلل الرجل سليمان ده مجرد تمثيليه وقناع بيخدع بيه البلد كلها عشان يبعد الشبهات عن نفسه. تيسير قرب من سليمان وقال له باحراج معلش يا سليمان طالب منك خدمه تكسف شويه، ممكن تقلع الكلوت الداخلي بتاعك. تيسير اخد عينه شعر من المنطقه الحساسه لسليمان واداها للظابط الصغير وقال له طيران على المعهد النووي حلل دي. واتضح ان تيسير عشان يقنع سليمان يديله العينه الف حجه وقال له ده قرار جاي من المديريه وكل ظابط لازم يجمع عينات شعر من المنطقه الحساسه ل 20 راجل من اصحاب فصيله الدم، وقعد يتحايل عليه لحد ما الراجل وقف. الظابط الصغير وهو خارج بالعينه قطعه الظابط الحرامي ابو شعر مجعد وقعد يستجوبه انت رايح فين ومين المتهم الجديد. الظابط الصغير كدب وقال له ما اعرفش، بس لسانه فلت واداله معلومه وقال المتهم ده هو اللي حط الشنطه الحمراء في المكتبه وهو نفسه اللي كان واقف في مسرح الجريمه رقم 7. الظابط طار وبلغ شريف باللي سمعه. شريف اول ما عرف ان في راجل بيعرج كان واقف جنب كريم ليلتها اتجنن ونزل تفشيخ وتلطيش في الاثنين الظباط وقال بغل معلومه هامه زي دي تخبوها عليا يا بهايم. بس المصيبه ان الاثنين الظباط ما كانوش يعرفوا اسم الراجل الاعرج ده اصلا. والصبح بدري شريف راح بنفسه الحجز لكريم وقعد يضغط عليه ويهدده عشان ينطق اسم صاحبه الاعرج. كريم رغم التعب والخوف ما قالش ولا كلمه وفضل متبت ويقول هو ملوش ذنب ومستحيل يكون القاتل. الظابط الحرامي دخل نزل ضربه فشخ في كريم عشان ينطق، بس كريم قفل بقه تماما لانه عارف انه لو نطق باسم سليمان هيدمر حياه الصاحب الوحيد اللي باقي له. والاثنين الظباط قعدوا يبرطموا ويقولوا لشريف يا فندم ده راجل مكسح ومشلول هيطلع سفاح ازاي؟ بس شريف اتعصب وصوت في وشهم هو كريم ده القاتل بجد، لو كان هو السفاح فعلا ما كانش هيموت نفسه بالضرب عشان يحمي حد تاني. وهما بيجهزوا شريف عشان ينقلوا السجن العمومي ظهر تيسير ودخل بصفته ولي امره وقريب خطيبته وطلب يقعد معاه دقيقتين. تيسير بص لكريم باسف وقال له انا اسف يا ابني انا اللي شكيت فيك وسبتك في ايد الكلاب دول يبهدلوك. كريم ما كانش زعلان منه وساله بلهفه طب انا هخرج من هنا بجد انا عايز اطلع قبل ما سناء تولد. تيسير شافه مرعوب فحب يطمنه ويهزر معاه تولد ايه يا فالح ده انت لازم تطلع وتعملوا فرح وتتجوزوا قبل ما الولد يشرف الدنيا. كريم اول ما سمع الكلمتين دول ملامحه اتغيرت وفرح من قلب. من ناحيه تانية النادل شريف راح لسناء وعمل نفسه طيب ومش عارف حاجه وقعد يتسحب في الكلام ويستعطفها عشان يجرجرها في الكلام. واول ما سالها هو كريم ملوش صاحب رجليه تعبانه وبيعرج سناء على نيتها قالت له على طول صاحبه سليمان. شريف اخد الاسم وطار على مكتبه عشان يصدر امر القبض، بس اول ما فتح الباب اتفاجئ بتيسير قاعد مستنيه على الكرسي وحاطط رجل على رجل. تيسير بص له ببرود وقال له وفر مجهودك نتيجه تحليل معهد الابحاث النوويه لسه واصله في ايدي وعينه شعر سليمان طلعت فيها نسبه تيتانيوم عاليه جدا ومطابقه لشعره السفاح. شريف ما كانش مصدق وقال له انا ما بعترفش بالابحاث والخرافات دي. فتيسير وقف وقرب منه وبدا يرص له كل الادله والمشاهد اللي شافها بعينه واللي تثبت ان سليمان هو السفاح الحقيقي لابس قناع العدل. تيسير لما لقى شريف لسه متردد وخايف من ابوه لعب معاه لعبه سيكولوجيه وضغط على نقطه ضعفه وقال له لو المتهم اللي انت صممت تحبسه وتوجه له التهمه طلعت المحكمه برئته في الاخر شكل المباحث والنيابه هيبقى ايه، خصوصا ان انتخابات ابوك قريب وعلى الابواب. تفتكر ابوك هيعدلك سقطه زي دي؟ شريف اتهز واخد تيسير وطلع جري على الورشه بتاعت سليمان عشان يقبضوا عليه، بس هناك اتفاجئوا ان سليمان مش موجود وعرفوا ان هو راح يقابل حد عشان يرجع له المنديل. تيسير لمح البنت الصغيره في الورشه وهي ماسكه منديل تاني في ايديها فلقطوا على طول وعرف ان المنديل ده بتاع سناء. هنا الرعب ضرب في قلبهم وعرفوا ان سناء ممكن تكون في خطر كبير. في الوقت ده سليمان وسناء كانوا ماشيين مع بعض وفجاه سليمان وقف واكتشف ان هو نسي ياخد المنديل اللي كريم كان سابه عنده في البيت. وسناء بلهفه وخوف سالته هو كريم نسي عندك امتى بالظبط، قبل يوم 7 سبتمبر ولا بعده؟ بس سليمان كالعاده قعد يهرش في راسه وقال لها ببرود انا نساي وما بفتكرش تواريخ مش فاكر والله. قالت له طيب يلا نرجع بيتك فورا نجيب المنديل ده لانه الدليل الوحيد اللي هيثبت براءه كريم. وهم راجعين في نص السكه سناء فجاه برقت وعقلها ربط الاحداث، افتكرت اوصاف السفاح العرج اللي رجله تقيله وافتكرت ان المنديل اللي بيدور عليه بقالهم فتره كان في ايد سليمان. رعب شل حركتها ووقفت ورجعت لورا وهي بتصرخ بهستيريا وجنون انت السفاح انت اللي قتلتهم ابعد عني ما تقربش مني. وفي اللحظه دي ظهر تيسير زي القاضي المستعجل شاف سناء واقعه على الارض ومرعوبه فطار عليها ونزل على وشه بالبوكسات وعلقه محترمه عمرت عظم وشه. وفي ثواني سليمان كان متكلبش ومرمي ورا العربيه بتاعه المباحث بتهمه ان هو سفاح الجرائم المتسلسله. جوه غرفه التحقيق سليمان كان قاعد بيعيط وعمال بيسح في العياط وبيقول انا مظلوم والله كل اللي بيحصل ده غلط، كريم هو اللي نسي المنديل عندي ووجع دماغي وقعد يقول لي قد ايه هو غالي عليا وبحبه وفي الاخر بيرميه في اي حته. تيسير قعد يراقبه بذكاء ولقط الحكايه فقال له انت كمان كنت بتحب سناء مش كده وعشان كده كنت بتكره كريم وشايل منه. سليمان اتعصب جدا وصوت بغل انا اللي عرفتها وحبيتها الاول، كريم كان عارف ان انا بحبها ورغم كده راح اعترف لها بحبه واتخطبوا. في صاحب يعمل في صاحبه كده؟ رغم انه قعد يصرخ ويعيط ويقول انا مش القاتل تيسير ما كانش طيب بص في وشه وزعق فيه وقال له اخرس خالص فوق له روحك واعترف بكل الجرايم والضحايا الغلابه اللي انت انهيت حياتهم من غير ذنب. وبعدها على طول المتحدث الرسمي باسم الشرطه عمل مؤتمر صحفي عاجل واعلن للراي العام ان هم
قبضوا على السفاح الحقيقي اللي هو سليمان، وان كريم ملوش اي علاقه بالجرايم. اول ما الخبر اتنشر والبراءه ظهرت، اهالي القريه كلهم اتجمعوا وراحوا على بيت كريم وقعدوا ينظفوا البيت ويرشوا ميه ويزينوا الدنيا عشان يعملوا له زفه تليق بيه ويرحبوا بيه. لكن الكارثه كانت في مكان تاني خالص. كريم كان راكب في العربيه مع اخوه كمال وراجعين بيوتهم، ومن كتر الضرب المبرح والتعذيب والنزيف الداخلي اللي تعرضوا ليه في الحجز من غير ما يتعالج او يدخل مستشفى، جسمه انهار، وكريم نام نومته الاخيره ومات في صمت وهدوء وهو ساند راسه على شباك العربيه. وفي لحظات الاخيره كريم كان بيحلم وشاف نفسه راجع لسناء وبيحضنها، وحلم بالبيت والفرح والخلفه وان هم هيكبروا ويعجزوا مع بعض. حلم بسيط جدا ومشروع لاي بني ادم، بس للاسف بقى حلم مستحيل وبعيد عنه. الحفله والزفه اللي كانت معموله عشان تستقبله اتقلبت في ثواني لسرادق عزا وصريخ يقطع القلب. وتيسير وصل لعزا وهو مش قادر يشيل رجله ووقف قدام صوره كريم والدموع في عينه من كتر الوجع والذنب. كريم اول ما شافت تيسير داخل دمرها الحزن والغل، فجريت عليه وقعدت تلطم فيه وتضربه في صدره وتصرخ انت السبب، انت اللي دمرت ابني وسلمته بايدك للكلاب دول لحد ما موتوه. وحتى اخوه كمال ما كانش قادر يحط عينه في عين تيسير ودور وشه الناحيه الثانيه بكثره. تيسير خرج بره السرادق وهو بيموت من جلد الذات وبيقول لنفسه انا اللي قتلته، انا اللي تسببت في موته. جيهان جريت وراه ومسكت ايده بقوه وقالت له عشان تفوقه جمد قلبك يا تيسير واستغفر ربنا، انت مالكش ذنب، اللي قتلوه هم الظباط الملاعين اللي مدوا ايديهم عليه وعذبوه. البهايم دول حتى ما عندهمش دم ولا جم العزا يطلبوا السماح. تيسير عزم النيه وطلع جري على مكتب شريف عشان يحاسبه على الدم ده. تيسير راح يدور على شريف عشان يحاسبه، فعرف ان بيت شريف هم كمان عندهم عزا، فطار على هناك. ولما دخل اتصدم صدمه عمره. العزا اللي معمول لوالده شريف ما كانش في ريحه الحزن لا من اهل البيت ولا من المعازيم، الكل قاعد بيضحك وبيهزر وبيتكلموا في البيزنس والانتخابات بصوت عالي وساخن. في اللحظه دي تيسير استوعب الحقيقه المره، الكلاب دول اللي تسببوا في موت كريم ما عندهمش اي احساس بالذنب، بل بالعكس نسوا الواد وقضيته تماما وكأن شيئا لم يكن. من كتر القهر والصدمه والفوران النفسي تيسير ما قدرش يقف على رجله واغمى عليه ونزل ساكت في وسط صاله العزا. التايم لاين بيرجع بينا تاني للوقت الحالي بعد 30 سنه، وتيسير العجوز قاعد بيكمل كلامه مع السفاح ادريس. تيسير سأله بوجع طب وكريم؟ حتى كريم ما كانش يعرف ان انت السفاح الحقيقي. وهنا الصدمه تطير البرج المتبقي من العقل. السفاح الحقيقي طلع هو كمال اخو كريم الكبير. اتضح ان الشخص اللي جري ورا منه في المطر ليلتها عشان يديها الشمسيه كان كمال مش كريم. اتضح ان الشخص اللي جري ورا منه في المطر ليلتها عشان يديها الشمسيه كان كمال مش كريم. وسليمان لما شهد باللي شافه، بس الغلط ان الاوصاف لبست في كريم. وكريم ما كانش غبي، هو فهم كل حاجه وعرف ان اخوه الكبير هو القاتل، وعشان كده رضي يسكت ويتحمل الضرب والتعذيب ويشيل القضيه مكانه فدا اخوه. قبل ما كريم يموت في العربيه ليلتها جمع كل قوته ومسك ايد اخوه كمال وضغط عليه وهو بيترجاه ابوس ايدك يا اخويا اياك تلمس سناء او تاذيها. نرجع لسؤال تيسير، كمال رد عليه ببرود وثبات لا كريم ما كانش يعرف حاجه خالص. تيسير قاطعه على طول وقال له لا هو كان عارف كل حاجه، بس انت اللي بتكذب على نفسك وبتداري وسخ. كمال لما لقى تيسير قاري دماغه وكاشف العيب وتعصب وفقد ثباته وقام عشان يدخل جوه، بس تيسير شخط فيه وقعده غصب عنه عشان يكملوا الكلام. كمال حب يغير الموجه ويوهم تيسير ان هو بيتعامل مع صديق قديم، فقعد يساله عن احواله. ولما عرف ان تيسير ما اتجوزش لسه ابدا اسفه وقال له يا خساره ده انا كنت فاكرك هتتجوز انت وجيهان. تيسير اتعصب وقال له اياك تنطق اسم جيهان على لسانك، انت كنت هتموتها ليلتها. كمال دافع عن نفسه وقال انا لما عرفت انها جيهان كنت هسيبها وامشي على طول، بس هي اللي صورتني فجريت وراها عشان اخد الكاميرا مش اكتر. وساله هي جيهان عامله ايه دلوقتي؟ فتيسير قال له مالكش دعوه وركز في اسئلتي. تيسير طلع ورقه وقال له الورقه دي انت كاتب فيها القتل 12 زائد 2، ده معناها ايه؟ كمال شاور على رقم 12 وقال دول ال 12 ضحيه القدام اللي مصر كلها عارفاه. وبعدين ابتسم ابتسامه خبيثه ومرعبه وشاور على رقم 2 وقال له بس الاثنين التانيين دول بقى انت عمرك ما هتتخيل هم حصلوا ازاي من كتر المتعه والتسليه. التايم لاين بيرجع تاني لورا 30 سنه، اول ما تيسير فاق من اغمائه وطار على العزا تاني، ولما لقى شريف واقف بيضحك وبيسلم على الناس في عزا راح عليه بكل غل وكلبشه في وسط المعازيم بتهمه احتجاز مواطن بدون وجه حق وتوجيه التعذيب المفضي للموت. العزا اتقلب لخناقه ومقاطعه كبيره والناس جريت تحوش، وتيسير قعد يزعق ويصرخ لحد ما الحرس سحبوه طردوه بره. وبالليل شريف كان قاعد بيشرب في بار مع اصحابه وقعد يتباهى ويقول عزا امي ده جه في وقته وبطريقه مثاليه، القبض على السفاح عمل لقطه وشو محترمه، وكمان العزا جمعني باكبر حيتان البلد في الاقتصاد والسياسه، ولا بس ان كريم مات في ايدينا. وتيسير جه بوخ عليا الحفله وفضحني، وفي وسط كلامه دخل الضابط الحرامي ابو شعر كيرلي وهو مرعوب ووقع تحت رجل شريف يتوسل له الحقني يا فندم، قطاع التفتيش والرقابه الداخليه نازلين فيا تحقيق بسبب موت الواد كريم. وشريف اللي كان على اخره شخط فيه وطرده وقال له تستاهل، مش انت اللي غبي ومش بتعرف تضرب. وبعدين شريف فكر في ملعوب قذر وقال له بخبص بقول لك ايه، البس انت القضيه والزق تهمه الضرب لتيسير، قول ان تيسير دخل معاه التحقيق ونزل فيه ضربه هو اللي موته. والصبح الضابط الحرامي والضابط التاني ابو شعر عش الغراب راحوا للتحقيقات وشهدوا زور ان تيسير هو اللي عذب كريم لحد ما مات. وبناء على الشهاده المزوره دي صدر قرار اداري فورا بوقف تيسير ونقله تعسيفا لاسم شرطه في اخر الدنيا. تيسير دخل مكتب المأمور الجديد اخو شريف وهو هيولع من الغضب وقال له انت عارف ان هم بيكذبوا بشهاده زور، ازاي تصدر قرار عقاب ونقل من غير ما تحقق معايا؟ اخو شريف بص له باسف وقال له يا تيسير انت اللي غبي وبتتصرف من غير ما تشغل مخك، انت رحت عملت فضيحه وجرسه في عزا والده شريف، والحركه دي زعلت ابويا جدا وزعلت كل رجال الدوله اللي كانوا واقفين، ومدير الامن العام يبقى صاحب ابويا الروح بالروح وهو اللي مضى القرار بنفسه، يعني الموضوع بره ايدي تماما. تيسير خرج ودمه محروق وراح ماسك في رقبه شريف، انت ازاي تلبسني تهمه قتل كريم يا ند؟ شريف بكل بجاحه زق ايده وبص له بتشفي وتحدي
وقال له انت لسه ما فهمتش الفرق بيني وبينك يا تيسير، انا لما اضرب كريم واموته دي مش جريمه ومحدش يقدر يحاسبني، انما انت لما تغلط فيا وتمد ايدك عليا دي الجريمه اللي هتدفع ثمنها بقيه حياتي. جيهان كتبت المقال اللي يثبت براءه تيسير ويفتح تزوير شريف، لكنها اتصدمت لما عرفت ان رئيس التحرير والقيادات الكبيره في الجريده اصدروا قرار رسمي بمنع نشر المقال تماما. ما يقستش واخدت بعضها وراحت لمعرفه اللي شغالين في صحف العاصمه عشان تنشر خبر هناك، بس كلهم اعتذروا عشان هم خايفين بسبب نفوذ وسلطه ابو شريف. جيهان خرجت من مقر الصحيفه وهي حاسه بخيبه امل، وفجاه وهي بتعدي الشارع ظهرت عربيه مجنونه سايقه بسرعه رهيبه وداخله عليها عشان تفرمها، ولولا ان الضابط الصغير زميل تيسير كان ماشي وراها لمح العربيه وسحبها بقوه على الرصيف في اخر ثانيه كانت راحت فيها. ليل سناء كانت قاعده مع اخوها تيسير وبدات تتكلم معاه بنبره غريبه وكانها بتودعه ومسافره، وقعدت تقول له انا هقوم عشان اجهز للفرح، والبطن بدات تكبر اهو، مش عارفه فستان الفرح يجي على مقاسي ولا هبقى لبلبه فيه. تيسير برق لها لما لقاها بتتكلم عن كريم وكانه عايش، واخدها فورا وطار بيها على المستشفى. الدكتور كشف عليها وقال له ان المريضه من كتر الصدمه العصبيه والنفسيه بعد موت خطيبها عقلها ما ارتاحش وجالها فقدان ذاكره مؤقت ومسحت الحادثه من دماغها، وياك تحاول تفكرها وتضغط عليها لانه لو افتكرت فجاه ممكن تاذي نفسها وتنتحر. وهم خارجين من المستشفى تيسير قابل جيهان بالصدفه وعرف منها حكايه العربيه اللي كانت هتدوسها، اتعصب عليها وقال لها اقفلي القصه دي واقعدي في بيتك وما تحاوليش تعملي حاجه تاني، اذا كنت انا الظابط ومش عارفه اقف قصادهم انت يا حته صحفيه تعملي ايه؟ انا مش عايزك تروحي في الرجلين بسبب. جيهان دمها اتحرق وسخنت فيه، قالت له انت ازاي بقيت رعديد وجبان كده؟ هو انت تكسير اللي انا اعرفه؟ ولو انت استسلمت بسهوله يبقى حق الواد كريم اللي مات غدر ده مين اللي هيجيبه؟ والمصيبه ان الخناقه دي كلها كانت سناء واقفه في ركن وسامعاهم وعرفت ان كريم مات. وهم راجعين في العربيه تيسير لمح ان سناء ساكته تماما ومش بتتكلم، فسالها مالك، فردت قالت له مفيش بس الحمل مخليني تعبانه شويه. وبعدين سالته هو انت هتبقى خال طيب وتحب ابني؟ وقبل ما ينزلوا طلبت منه طلب وقالت له نفسي هفتني على كيكه كستيلا والواد اللي في بطني ده شكله عايز ياكلها. تيسير فرح انها بدات تطلب اكل فوصلها البيت وركب عربيته وطار يشتري لها الكيكه. سناء اول ما دخلت البيت وقفلت الباب انهارت وقعدت تصرخ وتعيط بتشنيج يقطع القلب بعد ما افتكرت ليلتها الاخيره مع كريم، وفي لحظه جنون لمحت سكين المطبخ وقع على الارض فمسكتها. بعد ساعات تيسير رجع وهو شايل علبه الكيك وفتح الباب ودخل فلقى السكينه معاها في صاله ومتلطخه دم، وتيسير اترعب وقعد يصرخ باسمها ويدور عليها في البيت وملهاش اثر. خرج يجري في الشارع زي المجنون وهو بيجري خبط في كمال، وكمال اول ما شافه نزل في وش تيسير ببوكس طير ضروسه، قال له اخويا مات بسببك وسبب غباء. تيسير ما كانش فيه حيل يدافع عن نفسه او يشرح حاجه وقال له انا اللي ضربته وانا السبب اخلص بقى. فكمال ضربه ببوكس تاني وقعد يعيط ويقول له رجع لي اخويا الصغير اللي قتلتوه. تيسير نزل على ركبه ودموعه نازله وقال له ابوس ايدك ساعدني ندور على سناء، البنت عرفت بموت كريم وشكلها قطعت شرايينها وانتحرت. قعدوا يدوروا عليها طول الليل ومفيش فايده، وتيسير من كتر الهلوسه والوجع تخيل ان في واحده ست بتعدي شريط القطر هي سناء وجري عليها، بس طلعت مش هي. وفجاه جاله تليفون وعرف مكانها، اتضح ان سناء ما جرالهاش حاجه، دي جرحت ايديها وخدت الدم وكتبت بيه على قماشه بيضه كبيره عاقبوا القاتل والمجرم شريف، واخدت اليافطه دي وراحت وقفت بيها قدام باب مركز الشرطه الرئيسي في مظاهره لوحدها، والعساكر والظباط جم يجرجروها ويسحبوها، فظهر شريف وعمل نفسه شهم. سناء اول ما شافته راحت عليه بكل غل واديته بالقلم، وفي اللحظه دي ظهرت البنت هند بنت رئيس مجلس الاداره وخطيبه شريف، راحت على سناء واديتها بالقلم على وشها وقالت لها انت ازاي تمدي ايدك على سيده وكيل النيابه يا جربوعه. سناء ما كانتش قطه مغمطه، راحت لفيها ومديها قلم على وشها رن في المنطقه كلها، ورجعت لفت ودت شريف قلم تاني فوق البياع وزعقت فيهم بحرقه الراجل بتاعك اخد يا دوب قلمين. طبعا العساكر سحبوها وحبسوها في حجز المركز بتهمه الاعتداء على موظف عام، وتيسير وصل وجري عليها الحجز ولقاها قاعده على الارض ومبرقه ووشها اصفر، وقعدت تعيط وتقول له انا اللي قتلت كريم يا تيسير، لو ما كنتش قلت له ليلتها دافع عن نفسك واثبت على موقفك ما كانش مات، كان زمانه محبوس دلوقتي حتى لو هيقعد كام سنه، بس كنت هشوف دلوقتي انا وابني هنعيش ازاي من غيره. تيسير قعد يعيط معاها وهو حاسس بالعجز. الناحيه الثانيه البنت هند عشان خدت قلم واحد عملت حوارات تمثيليه ودخلت المستشفى الاستثماري وقعدت تصوت لشريف وتقول للبنت دي لازم تتعفن في السجن وما تطلعش منه ابدا. الاب عضو مجلس الشعب لما عرف جه في المستشفى وولع نار وقال للشريف ازاي بنت الشوارع دي تعمل كده في نسيب البنت دي تتربى وما تشوفش الشمس. المضحك ان هند دي ما كانش فيها الهوا، يا دوبك شفتها اتعورت تعويره قد النمله بس بيعملوا لقطه ونفوذ. والصبح تيسير راح المكتبه لكمال اخو كريم ولقاه بيقفل المكان وبيلم حاجته في كراتين، وكمال قال له احنا خلاص هننقل من البلد دي ومش هنقعد فيها تاني لانه مفيش مكان لينا فيها بعد موت كريم وهننقل جنب اهل مراتي. تيسير بص له وقال له انا اسف يا كمال بسبب الواد راح، بس وحياه دم كريم ما هسيب اللي عمله كده وهدفعهم الثمن غالي. بعدها كمال راح زار سليمان في السجن وقعد يبص له من ورا السلك وساله ببرود مرعب هو انت بجد اللي قتلت البنات دول يا سليمان؟ طب لو مش انت المنديل ده وصل عندك ازاي؟ سليمان قعد يعيط ويحلف له والله العظيم ما اعرف المنديل ده جه عندي ازاي ولا قتلت حد. وطبعا كمال بيساله عشان يطمن ان التهمه لابسه سليمان وان سره هيفضل مدفون. سليمان هو بيعيط في السجن قال لي كمال لو مش مصدقني روح اسال كريم وهو هيقول لك. وهنا كمال السفاح الحقيقي صدمه وقال له ببرود اساله ازاي؟ مشورته فضلت تضرب فيه جوه الحجز لحد ما مات. سليمان اتفزع فكمال كمل تمثيليه عليه وقال له بخبث لو مش عايز يحصل لك زي اللي حصل لكريم يبقى احسن لك تعترف بالجريمه دي وتندم وتتحمل العقاب عشان تخلص. والحقيقه المره اللي ظهرت في الفلاش باك ان كمال نفسه هو اللي رمى المنديل في ثابت الغسيل بخبث شديد لما راح يزور سليمان في بيته ويعمل نفسه بيطمن عليه. وفي نفس الليله دي بعد ما كمال وصل امه لبيت خاله
وهو راجع في السكه لمح ضحيه جديده وعلى طول جري وراها وانها حياتها بمنتهى الدم البارد. في نفس الوقت سليمان كان بيتعرض لابشع انواع التعذيب والضرب من الاثنين الضباط بتوع شريف. الراجل من كتر الوجع والدم والبهدله بقى بين الحياه والموت، ما قدرش يستحمل وضاع كل امل، مضى على الاعتراف المزور عشان يسيبوه يعيش وما يموتش زي كريم. الصبح اصحاب ورشه الحديد الست وجوزها راحوا زاروه في السجن، بس سليمان من كتر التعذيب لفتره طويله فقد الادراك بالزمن والوقت تماما وبقى مش مجمع هم في انهي يوم. والمصيبه الاكبر ان ابو سليمان واخوه خافوا يجوا يزوروه وقرروا يتبروا منه عشان ما يطلعش عليهم سمعه ان هم قرايب السفاح. الخبر ده دمر ما تبقى من نفسيه وعقل سليمان جوه السجن. وفي الناحيه الثانيه تيسير راح للمأمور الجديد اخو شريف وقال له بجمود انا موافق على قرار النقل وهسيب البلد خالص، دي معركتي انا لوحدي وهمشي دلوقتي بس هيجي يوم وارجع تاني. ودي هنا دلوقتي هيهز كل اللي حواليا. المأمور الجديد بص بتقدير وقال له كلام صدم، وانت وشريف شبه بعض في اصلكم بس انت عندك حاجه اخويا الصغير مستحيل يملكها. هنا تيسير عرف السر ان ام شريف هي كمان كانت شغاله بنت ليل زي ام تيسير بالظبط، يعني شريف بيدار اصله بالوسائل. تاني يوم الصبح القوات اخذت سليمان ورحب بيه عند بيت البنت الضحيه رقم 7 عشان يعملوا تمثيل للجريمه حسب السيناريو اللي الفوه الاثنين الضباط. وسليمان عشان مشلول ورجليه تقيله ما كانش عارف يتشعبط ويعدي السور، فشريف وهو واقف بكل قذاره زعق للعساكر وقال لهم ساعدوه وزقوه عشان يعدي على طول. جيهان كانت واقفه قالت لشريف انت ليه بتخليه يمثل الجريمه ال7 بس، فين باقي ال6 جرايم؟ فشريف حب يدير الموضوع وقال له بلقم عشان الجريمه ال7 دي مختلفه ومسرح الجريمه ما اتبهدلش زي الباقيين. شريف رجع مكتبه وعرف ان قرار نقل تيسير اتنفذ خلاص، والراجل مشي بس ما كانش مرتاح، بالعكس حس بخوف وقلق لانه افتكر ان تيسير ظهر لثواني وسط زحمه محاكاه الجريمه وهمس له بجمله رعبته فاكر نفسك صخره ومحدش يطولك، انت يا دوب حته حصوه صغيره وهتداس. في مكان تاني سناء كانت بتزور قبر خطيبها كريم وهي بتعيط، وهي راجعه في السكه الضلمه كان كمال اخو كريم ماشي وراها في صمت ومراقبها. الشيطان ده كان ناوي يقتلها ويخليها تلحق كريم عشان قال لنفسه عشان اخويا الصغير ما يبقاش وحيد تحت التربه. وفجاه وهو بيقرب ومجهز نفسه ظهرت بنت صغيره من الطالبات بتوع سناء ونادت عليها، فالحركه دي بوظت خطه كمال وخاف واتسحب ومشي. تيسير حاول مع سناء قبل ما يمشي عشان تاخد حاجتها وتخرج معاه بره البلد دي، بس سناء رفضت وقالت له بجمود انا عارفه ان مالكش ذنب في اللي حصل لكريم بس انا مش قادره اسامحك ولا قادره ابص في وشك دلوقتي. تيسير مشي وسابها، واول ما اتحرك جريت ام البنت الصغيره هند الطالبه على سناء وقالت لها بلهفه ورعب يا قبل سناء ما شفتيش بنتي هند، البنت من امبارح ما نزلتش وما جاتش البيت وتليفونها مقفول. بعدها بايام جلسه المحاكمه الاخيره اتعملت وشريف وقف بكل فخر وحكم على سليمان بالاعدام شنقا. في نفس اليوم عملوا حفله تكريم وتوزيع اوسمه وترقيات للضباط اللي قبضوا على السفاح. الكل كان بيضحك ويهيص بالترقيه ما عدا الضابط الصغير حبيب تيسير اللي كان واقف وحزين وعينه في الارض لانه عارف ان هم حبسوا بريء وموتوا بريء. الزمان بيتحرك وتيسير استلم شغله الجديد في الاسم اللي اتنقل له في الارياف، وهو قاعد دخل راجل عجوز مخرف وقعد يصرخ ويقول له انا شفت جثه ست عريانه وميته في وسط الغيط امبارح بالليل. تيسير اخد القوه وراح مع العجوز وقلبوا الغيط كله وما لقوش اي حاجه، بس الضباط والعساكر قعدوا يضحكوا ويقولوا له يا فندم ده راجل سكران وبيخرف وجاي له هلاوس من الخمره. وهم راجعين وخلاص هيقفلوا المحضر تيسير عينه لقطت فرده شراب حريمي قديمه واقعه وسط الطين والمصر، جري على العجوز ومسكه وقال له قول لي يا حاج الجثه اللي انت شفتها كان شكلها ايه بالظبط؟ العجوز قال له كانت عريانه ملط وانا افتكرتها عروسه مانيكان من بتوع الهدوم بس مش فاكره اذا كانت متكلبشه ولا مربوطه ولا لا. العساكر والناس مشوا وتيسير فضل واقف لوحده يبص يمين وشمال، وفجاه نط جوه مصرف مجرى مائي ناشف وبص جوه الماسوره الكبيره. تيسير لقى جوه الماسوره جثه لست مقتوله مربوطه من ايديها ورجليها بحبال بنفس الطريقه والاسلوب والتكنيك اللي كان بيعمله السفاح بالظبط. عقل تيسير بدا يلف، هل دي جريمه تقليد ولا سليمان المحبوس ده بريء والسفاح الحقيقي لسه حر طليق وعايش وسط الناس؟ في نفس اللحظه دي الكاميرا بتجيب سناء وهي ماسكه ايد ام البنت الغايبه هند وبيلفوا في الشوارع ويوزعوا ورق في صوره البنت عشان يلاقوها. ام هند راحت بلغت الشرطه بس الكلاب دول ما كانش عندهم اي دم ولا اهتموا بالموضوع اصلا. وفي نفس الايام دي جلسه المحاكمه بتاعت قضيه السفاح المتسلسله استؤنفت. محامي سليمان طلب من القاضي يسمح بدخول شاهد جديد هيفجر مفاجاه. شريف وهو قاعد مكان وكيل النيابه وافق بكل ثقه وبجاحه لانه قال لنفسه خلاص القضيه قفلت ومفيش اي شاهد في الدنيا يقدر يغير الملعوب دلوقتي. لكن الصدمه كانت لما دخل الدكتور كمال طبيب التشريح والطب الشرعي اللي عاين ال7 جثث بتوع السفاح. الدكتور وقف ووجه كلامه للمحكمه وقدم تقرير هز القاعه وقال بصفه الطبيب اللي شرح ال7 ضحايا انا اكتر واحد حافظ وفاهم اسلوب السفاح وطريقته في القتل. وامبارح بالليل الضابط تيسير جاب لي جثه لست مقتوله في بلد تانية ولما شرحتها اتصدمت. الست دي مقتوله ومربوطه بنفس الطريقه والطقوس بتاعت ال7 ضحايا بالظبط، وده معناه حاجه واحده بس السفاح الحقيقي لسه حر طليق وما اتقبضش عليه. شريف حاول يلم الموضوع وساله بخجل طب وايه المانع انها تكون جريمه تقليد من حد تاني؟ الدكتور كمال قطعه واداله فوق دماغه وقال له مستحيل اثار الطعنات والربطه والاسلوب في الجثه الجديده دي مطابقه بالملي اللي حصل مع بنت الطالبه منها، مستحيل حد يقلدها بالدقه دي الا لو كان القاتل هو نفس الشخص. المحكمه اتقلبت خناق وهيصه، ناس بتعيط من الفرحه لان سليمان بريء وناس مرعوبه لان السفاح لسه بيلف في الشوارع. السفاح الحقيقي كان قاعد في وسط القاعه بتاعه المحكمه وباصص لهم بكل برود وشماتها ومحدش دريان بيه. في نفس الوقت تيسير راح على اسم الشرطه ودخل للظباط الاثنين الحراميه اللي زوروا القضيه واحتفلوا بالترقيه وبقوا ماشيين بتنططوا
بيتنططوا في الممرات. تيسير رمى لهم ملف الجثه الجديد على المكتب، وهم اول لما قروه قعدوا يبجحوا ويقولوا دي جريمه تقليد والواد سليمان هو السفاح بتاعنا خلاص. تيسير بص لهم باحتقار وقال لهم الكلب لما بيعمل زي صاحبه المفروض يقفل بقه ويستنى الاوامر قبل ما يهوهو. الظابط الحرامي ابو شعر كيرلي اتجنن وقام عشان يضرب تيسير، بس تيسير ما كانش قليل، مسكه من شعره وبهدله. وفي وسط الخناقه دي دخل شريف المكتب، وتيسير اول ما شافه ساب الظابط وقعد يضحك ضحكه تريقه وتشفي لان كبرياءه اتهد. شريف عمل نفسه طيب وقال له يا تيسير تمشي من غير ما تقول لي مع السلامه؟ طب وقصه الجثه الجديده دي ايه؟ مش كان المفروض تقول لي وتنسق معايا الاول يا صاحبي؟ تيسير قال له بلقم اقول لك انت ده انت لسه واخد مكافاه وترقيه على قفا القضيه دي، لو كنت قلت لك الله اعلم كنت هتعمل ملعوب قذر ايه تاني عشان تداري على خيبتك. شريف حب يستفزه وقال له شكلك غيران لان المكافاه والترقيه راحت عليك مش كده؟ تيسير وشه اتقلب وقال له بقول لك ايه، عيدوا فتح القضيه من اول وجديد وباقصى سرعه. شريف ساله لو السفاح مش محبوس ليه ساب بلدنا وراح يقتل في قريه تانية؟ تيسير قال له هو ماشي احمد ربنا ان هو ما اذاش حد من بلدك المره دي، بس المره الجايه مفيش ضمانات. اول ما تيسير خرج شريف جاله جنون وشخط في رجالته وقال لهم طيران غوروا من وشي وهاتوا لي اي دليل يثبت ان الجريمه دي ملهاش علاقه بجرايم بلدنا فورا. في حته تانية والد البنت المتغيبه هند كان واقف مع زميله شرطيه وبيسالها بلهفه عن بنت، والشرطيه قالت له بوشوشه يا حاج الاسم هنا محدش مهتم بقضيتك ومحدش هيدور عليها، اركب واطلع للظابط تيسير في مكانه الجديد وهو الوحيد اللي هيساعدك. اللحظه دي دخل المأمور كمال وسمعهم فشد الشرطيه على جنب وزعق فيها بغضب وامرها ما تفتحش بقها بالكلمه دي مع اي مخلوق، وخرج وهو على اخره. وبالليل تيسير كان قاعد بيتعشى مع جيهان وسالته لو السفاح لسه بره بيلف يبقى سليمان ده موقفه ايه بالظبط؟ تيسير رد عليها بثقه وقال انا متاكد ان سليمان مش هو السفاح المتسلسل بتاع ال7 جرايم، بس هو اكيد قتل البنت ضحى الضحيه رقم 7 لان دي الجريمه الوحيده اللي حصلت جوه البيت وباسلوب مختلف. جيهان هزت راسها وقالت له بس في حاجه مش راكبه، انا يوم المحاكاه بتاعت الجريمه شفت سليمان ما كانش قادر يتشعبط ولا يعدي السور من كتر العجز. تيسير دافع عن وجهه نظره وقال يمكن عشان فضل يتضرب ويتعذب لفتره طويله جوه الحجز فعضلاته خانته، بس نتيجه تحليل المواد المشعه في عينه شعر مستحيل تكذب وهي مطابقه لشعر القاتل في الجريمه ال7 بالذات. وبعد العشاء تيسير راح يتسحب وبص على اخته سناء من بعيد عشان يطمن عليها، ورجع بيته وقعد يدرس ملف البنت الصغيره الغايبه هند اللي عندها 8 سنين. تيسير اتقهر لما لقى المباحث قفلت الملف وكتبت حاله هروب من المنزل بداعي الاهمال، وبحسه الامني عرف ان البنت مخطوفه، ولما دور في الاوراق لقى ان اخر واحده شافت البنت دي قبل ما تختفي كانت اخته سناء. هنا عقل تيسير ربط الخيوط وشك ان خطف البنت دي له علاقه مباشره بسلسله جرائم السفاح. وتاني يوم جيهان راحت زارت سليمان في حجز السجن العمومي وقعدت تبص لعينات ضايعه وسالته بهدوء يا سليمان قول للصراحه انت يوم محاكاه الجريمه ما كنتش عارف تعدي السور عشان التعب والضرب اللي اخدته من الشرطه؟ سليمان بص لها بنظره مكسوره وعينه مليانه دموع وقال كلمتين صدموها صدمه عمرها، انا طول عمري كله ما عرفت اتشعبط ولا اعدي السور في حياتي. جيهان سالت سليمان طالما ما كنتش بتعدي السور ايه اللي وداك هناك الساعه 11 بالليل في وقت الجريمه؟ سليمان بص لها بخوف وقال لها مش فاهم. جيهان بحسها الصحفي عرفت ان هو مش ناسي، ده بيخبي سر كبير وعايز يتكلم. راحت جري للست صاحبه ورشه الحديد وسالتها فعرفت منها ان قبل الجريمه ال7 بيوم اخت سليمان اتصلت بيه وقالت انها جايه تقابل اخوها. يعني سليمان ليلتها كان رايح يقابل اخته بجد، بس الغريب ان اول ما سليمان اتقبض عليه اخته غيرت خط تليفونها واختفت تماما ومحدش عارف يوصل لها. الناحيه الثانيه تيسير راح لبيت الطفله الغايبه هند ولقى الظابط الصغير كامل واقف قدام الباب وقعد يترجاه يا فندم ارجوك بلاش تدخل في الموضوع ده عشان ما تتعاقبش وتترفض من الخدمه. بس تيسير ما كانش فارق معاه وقال له انا بعمل اللي المفروض يتعمل وبس. تيسير دخل للاب وقال له انا شاكك ان بنتك مخطوفه من السفاح الحقيقي ومش مجرد هروب. الاب اتهور وزعق في تيسير وطرده بره وقال له انت جاي تقول كلام من غير دليل وتوجع قلبنا وخلاص غور من هنا. تيسير وهو خارج الام قالت له ابوس ايدك ساعدنا يا ست الظابط محدش في البلد دي راضي يسمعنا ولا يدور على بنت غيرك سواء لقيتها حيه او ميته رجعها لي. على طول تيسير اخد كامل الصغير وطلع يفتشه في الجبل لان الجبل هو المكان المثالي لدفن الجثث. كامل قال له ممكن يكون عصابه خطف عيال وبيع اعضاء. تيسير قال له لا بتوع الاعضاء بيتحركوا بعربيات نقل في شوارع رئيسيه وما كانتش هند هتبقى الضحيه الوحيده. بما ان الجبل كبير جدا ومحتاج قوه تيسير راح للمأمور الجديد اخو شريف وطلب منه اذن رسمي بتمشيط الجبل كله لانه شاكك انها جريمه سفاح. شريف واخوه بقى بص له وفاتحين بقهم من الصدمه لان دي مساحه جبل كامله، وتيسير اعترف ان هو ما عندوش دليل قاطع ان السفاح ما قتلش اطفال قبل كده. بس المأمور الجديد فكر دقيقه فجاه مسك التليفون وامر بقوه دعم وتمشيط فورا وسط ذهول شريف اللي كان واقف يضحك بسخريه وبيقول لنفسه خليه يروح عمره ما هيلاقي حاجه في وسط الجبل الواسع ده. وبالليل شريف راح لتيسير وقال له انا عايزك بكره تحضر في المحكمه وتدخل كشاهد اثبات في قضيه سليمان. شريف كان بيخطط لملعوب القذر عشان يلبس الجريمه الجديده لتيسير وتيسير وافق وهو فاهم هو بيعمل ايه. تيسير كلم كامل الصغير وقال له انا بكره هكون في المحكمه وانت اللي هتقود حمله تفتيش الجبل بدالي. كامل رفض وخاف وقال له يا فندم انا بجد اتمنى من قلبي اننا ما نلاقيش حاجه وحشه فوق الجبل وواحد خايف زيي مش هيعرف يقود الحمله بالروح دي. تيسير قال له انا حاسس بيك لاني انا كمان جوايا بتمنى يكون حدث غلط والبنت تطلع عايشه. الصبح في المحكمه تيسير وقف في مربع الشهود وشريف بدا يلعب العابه الخبيثه استخدم شهاده دكتور التشريح السابقه وقعد يوجه اسئله لتيسير قدام القاضي عشان يزنقه ويقول له بما ان الجثه الجديده مقتوله بنفس اسلوب الجريمه السادسه ومحدش شاف تفاصيل الجريمه السادسه دي غير السفاح والظباط اللي عينوا الجثه وبما ان الجريمه الجديده حصلت عندك في القريه اللي هو مكان خدمتك الجديد مش في مكاننا يبقى انت يا تيسير اللي قتلت الجثه الجديده دي عشان تقلد السفاح وتثبت ان انت كنت صح. شريف كان واقف فرحان وفاكر ان هو
هو خلاص حط حبل المشنقه حوالين رقبه تيسير وسبقه بملعوبه وهيبقى كش ملك. وفجاه تيسير بص ببرود واداله جرده الميه ساقعه طير برج عقل شريف. تيسير قال للقاضي بثبات وثقه: سياده القاضي، كلام ممثل الادعاء صح، انا فعلا الوحيد اللي اقدر اقلد الجريمه دي، بس للاسف حظه وحش جدا لاني وقت وقوع الجريمه الجديده دي بالدقيقه والثانيه كنت متواجد في مأموريه رسميه مثبته في دفاتر الحكومه ومعايا دليل غياب. وفي نفس اللحظات دي على الجبل وتحت قياده كامل الصغير العساكر كانوا بيقلبوا الصخر، وفجاه واحد من القوه صرخ بصوت عالي: لقينا الجثه هنا يا فندم. اما تيسير بيكمل شهادته وبيقول بصرامه اثبات براءه سليمان من السلسله بقت مساله وقت مش اكتر، بس الازمه ان السفاح الحقيقي مش هيوقف قتل، ولو ما اتحركناش بسرعه بحور الدم هتفضل مفتوحه. وما لحقش ينهي كلمته الا ودخل عسكري جري وهو بينهج وصرخ في القاضي: يا فندم جثه جديده لسه مقتوله ومربوطه بشراب حريمي لسه لاقيينها حالا. القاعه اتزلزلت واتقلبت لغاغه وفوضى عارمه، وشريف قاعد على المنصه بتاعه الادعاء وشه جاب الوان بعد ما عرف ان اللعبه باظت عليه. وبالليل تيسير راح لاهل البنت الصغيره الغايبه هند عشان يطمنهم وقال لهم ان احنا لقينا جثه فوق الجبل فعلا، بس اطمنوا طلعت مش جثه بنتكم هند. الاب والام عيطوا وسجدوا شكر لله وبقوا بيتنفسوا الصعداء، بس تيسير بحسه المخابراتي حس ان في لغز كبير، مش مقتنع ان ظهور جثه مقتوله في نفس المكان اللي بيدوروا فيه على الطفله هند مجرد صدفه. تيسير طلع الجبل تاني يفتش وفجاه لمح الضابط الصغير كان مستخبي في الضلمه ومعاه كوريك وقاعد يحفر في الارض بهستيريا ورعب. والفلاش باك كشف المستور. ليله حفله التكريم والترقيات الضباط الاثنين الحراميه ومعاهم كامل الصغير لقوا جثه الطفله هند مقتوله فوق الجبل. شريف لما عرف ليلتها اتجنن وقعد يصوت فيهم: انتوا هبل، انا حفله تكريمي وترقيه الصبح، لو اعلنا ان البنت ماتت والسفاح لسه عايش شكلنا هيبقى زباله والبلد هتقول علينا نصابين وبنخدع الراي العام. وامرهم بدفن جثه الطفله هند مؤقتا لحد ما الحفله تخلص وبعدين يبقوا يتصرفوا. نرجع للوقت الحالي. كامل الصغير قاعد بيحفر وهو بيعيط بحرقه لانه مش لاقي الجثه في مكانها، وفجاه تيسير هجم عليه ومسكه متلبس بالكوريك. وهنا بنعرف تويست مرعب من عين كمال اخو كريم. ليلتها وهو بيدفن الضحيه رقم 9 لمح من بعيد الضابط كامل الصغير وهو شايل جثه الطفله هند وبيدفنها تحت التراب. والصدمه بقى ان كامل الصغير اول ما مشي وساب المكان ظهر 2 رجاله غامضين في الضلمه وحفروا بسرعه وطلعوا جثه الطفله واخدوها معاهم في عربيه. جمال السفاح ما قدرش يلقط ملامحهم من الضلمه، بس عرف من حركاتهم وجهاز اللاسلكي ان هم رجاله شرطه. تيسير لما سمع الاعتراف ده من كامل الصغير اتجنن، مسكه من رقبته وقعد يهزه بغل: انت ضابط شرطه، ازاي تعمل في طفله بريئه كده وتدفنها عشان منصب وترقيه يا كلب؟ كامل الصغير قعد يعيط على رجله وقال له: كنت خايف يا فندم، لو كنت رفضت او اتكلمت كانوا هيطردوني من الخدمه، وانا ماليش غير جدتي العجوزه هصرف عليها منين؟ انا والله ضميري يأنبني ورجعت عشان اطلع جثه البنت واسلمها لاهلها، بس الحفره طلعت فاضيه والجثه اختفت. في المقابل البنت هند خطيبه شريف وبنت رئيس مجلس الاداره شمت خبر وفحرت ورا شريف وعرفت ان امه كانت ست ملعونه في البارات، وراحت لشريف وبصت له باحتقار وقالت له: الجوازه دي تنتهي فورا ومن غير كلام، انا مستحيل اخلي عيالي يشيلوا دم بالوساخه والاصل ده. ومش بس كده، ابوك عنده بنت غير شرعيه من الحرام، لو ما انفصلناش حالا بالذوق هفضح الحكايه دي في وسائل الاعلام، وابوك انتخابات مجلس الشعب بتاعته هتروح في داهيه وتضيع. شريف برق وقال لها: بنت غير شرعيه مين؟ انت بتخرفي بتقولي ايه؟ ردت عليه بلقم: بقول لك سناء اخت تيسير، مش هي دي البنت اللي ابوك رماها زمان وما رضيش يعترف بيها عشان بنت، وانت طول الوقت بتعملها كويس عشان عارف انها اختك من ابوك؟ شريف انهار لانه ما كانش يعرف الحقيقه دي، وعرف ان ابوه طرد سناء زمان عشان طلعت بنت ومفيش منها مصلحه سياسيه، بس دلوقتي عشان يلم الفضيحه ويحمي الكرسي في الانتخابات قبل ما البنت هند تفضحهم لازم الاب يعلن فورا ويتبنى سناء ويقول دي بنتي قدام الناس كلها ويسبق الكلام بخط. في نفس الوقت اخته سليمان اول ما شافت في التلفزيون ان اخوها بريء من السلسله وان التهمه ثابته في الجريمه السبعه بس، طارت وكلمت الصحفيه جيهان عشان يتحرك. كامل الصغير راح الضباط الاثنين الحراميه وبلغهم ان جثه الطفله اختفت من الحفره وملهاش اثر، والضباط هيتجننوا وقعدوا يلطموا: يا نهار ابيض، لو تيسير شم خبر بالحكايه دي هيقلب الدنيا فوق دماغنا ودماغ شريف ويلبسنا كلنا مصيبه. كامل الصغير كمل الخطه وقال لهم بخبث: لا اطمنوا، هو ما يعرفش حاجه عن الجثه، بس هو قال لي انه خلاص حط ايده على السفاح الحقيقي وعرف. الضابط الغبي ابو شعر عش الغراب طار جري على مكتب شريف وبلغه باللي قاله تيسير، والحقيقه ان كل كلمه قالها كامل الصغير كانت تمثيليه بتوجيه واملاء من تيسير نفسه، لان تيسير بعد ما اتنقل بره البلد ما بقاش عنده اي صفه قانونيه تخليه يدخل على شريف او يفتش وراه، فعمل الخطه الذكيه دي عشان يرمي الطعم لشريف ويخليه يترعب ويقلق ويجري هو بنفسه ورا تيسير عشان يعرف عرف ايه. بس تيسير قال لنفسه اللعبه بدات، بس الاهم دلوقتي قبل اي حاجه اني الاقي جثه الطفله واعرف هي راحت فين. اخته سليمان طارت على جيهان الصحفيه وكشفت لها السر انه سليمان ما كانش يقصد يخبي حاجه، الحقيقه ان اخته راحت تقابل سليمان في اليوم اللي حصلت فيه الجريمه، لكنها ما جابتش الولد معاها عشان اهل جوزها ما بيحبوهوش وبيقلدوا مشيه سليمان بطريقه سخيفه، فخافت تجيبه. وسليمان كان مشتاق جدا لابن اخته واداها هديه وطلبت منه ان هو ما يقولش لحد ان هم اتقابلوا عشان مشاكلها مع جوزها، وسليمان بوعده الطفولي حافظ على السر لحد اللحظه دي. بمجرد ما شيهان عرفت طارت لتيسير وقالت له سليمان خرج من المحطه الساعه 10:30 يعني معاه دليل براءه. تيسير كبر وقال ده مش كفايه، وقت الوفاه ممكن يكون متغير، وانا مقتنع ان هو القاتل بسبب تقنيه النظائر المشعه. هم ما اقتنعتش وخدت تيسير وراحوا يعملوا تحليل لشعر صاحب الحداده اللي بيشتغل مع سليمان في نفس المكان. النتيجه كانت صدمه العمر، صاحب الحداده طلع عنده نفس نتيجه النظائر المشعه
ساعة، بل واكتر من سليمان كمان، وده معناه ان التقنية دي فاشلة وبتتأثر بالبيئة مش بسبب القاتل. تيسير خرج من المعمل مذهول ومكسور، بس لسه جواه شك ان حدسه مش بيخيب. تيسير وهو ماشي لقى صاحب البار اللي شريف بيتردد عليه مرمي على رجليه وبيتحايل عليه يزور البار بتاعه، وتيسير لمح طين في جزمة الراجل وشك ان هو اللي دفن الطفلة هند، وقرر يجريه وراح معاه البار عشان يقابل شريف. وهناك شريف عمل فيها مصلح وقال لتيسير انا بجد عايز نفتح صفحة جديدة ونكون اصحاب. تيسير بص له بقرف وقال له انت بتخطط لايه تاني؟ شريف قال له الحقيقة المرة، ابويا عرف ان سناء بنته وراح يدور عليها عشان يعترف بيها. تيسير انفجر وقال انا مش هسمح ان سناء تكون عروسة في مسرحيتكم السياسية. تيسير دخل في نوبة هستيريا وبيعيط على الحظ وحظ اخته سناء اللي حتى بعد موت امهم لسه بيطردوها. قرر يلم هدوم اخته وقال لها بكره الصبح هتسافري بوسان وتعيشي في بيت ناس اعرفها بعيد عن العيله دي. سناء كانت خايفه على ابنها اللي في بطنها وقالت له يا تيسير وجود ابويا في حياتي ممكن يكون امان للولد ده. دعق فيها وقال لها انا هكون ابوه وعمه، مش محتاجين امان من ناس وسخه زي دول. مسك ايد اخته وحلف عليها تسمع كلامه، وفعلا الصبح بدري سناء ركبت القطر وهربت على بوسان عشان تنجو من طمع عيله شريف. تيسير كان فاكر ان اخته خلاص بقت في امان، لكن الصدمه نزلت فوق دماغه العصر لما صاحبه اللي في بوسان كلمه في التليفون وقال له يا تيسير اختك سناء ما وصلتش عندي والقطر جه وهي مش فيه. تيسير عقله طار وعرف ان سناء لفت ورجعت من وراه وراحت لابوها عضو مجلس الشعب عشان تضمن امان ابنها. تيسير راح لشريف وهو هيموت من القلق والغل، فشريف حاول يهديه ويمثل دوره المصلح وقال له اطمن يا تيسير انا مش زي اخويا الكبير المأمور، انا هحافظ على سناء وهشيلها في عيني وما تخافش عليها واعتبرها زي اختي بجد، ودلوقتي انا مستعد اعمل لك اي حاجه تعوضك عن اللي فات. عايز ترجع شغلك في العاصمه في سول؟ عايز ترقيه ومنصب كبير، ولا عايز نشتغل سوا ونقبض على السفاح الحقيقي؟ اللي انت عايزه انا هعمله لك. تيسير بص له وعينه فيها شرار وقال له لو بجد عايز تعوضني رجع لي البنت الصغيره، انت مخبي جثتها فين يا شريف؟ الكلمه دي نزلت على وش شريف زي الصاعقه ووشه اتقلب اصفر زي الليمونه وجاب الوان، بس حاول يستهبل وعمل فيها نفسه مش فاهم وقال بنت مين وجثه ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ تيسير فقد السيطره على اعصابه وزعق فيه اسمعني كويس، روح دور على الجثه دي وهاتها، يوم ما تلاقي جثه البنت الصغيره كل الحسابات القديمه والدم اللي ما بيننا هبقى مسامح فيه وصفحه وهنطويها، وانا بوعدك هخبي السر ده تماما، مش هقول لمخلوق انكم دفنتوها، ويوم ما نقبض على السفاح الحقيقي هسيب لك اللقطه والمجد كله ليك قدام المحكمه والاعلام، بس رجع لي جثه البنت لاهلها. العرض ده كان مكسب كبير جدا لشريف وهيحميه من حبل المشنقه، بس كان خايف لتيسير يغدر بيه في الاخر ويثبت عليه التزوير. تيسير قال له عشان يطمنه لو مش واثق فيا اثق في سناء، انا في الاخر اخو اختك ومش عايزها تعيش وتعرف ان اخوها الكبير راجل ندل وخسيس. شريف وافق على الاتفاق وقال له تمام، بس البحث عن جثه البنت هيكون في السر التام ومن غير شوشره، والاعلان عن موتها للراي العام هيتاجل لحد ما نلاقيه. وفي نفس الليله وسط غيط مقطوع وضلمه كحل كان السفاح كمال اخو كريم شغال على ضحيته الجديد. كمال كان بيخنق الست وبيضحك بهستيريا وسخريه وقال لها ايه رايك ادفنك زي ما الظباط دفن البنت الصغيره هند عشان الناس تفتكر ان انت لسه عايشه وهربانه. النتيجه المرعبه ظهرت الصبح، الفلاحين لقوا جثه الضحيه رقم 10 مرميه وسط غيط الرز ومربوطه بنفس الطريقه، والبلد كلها اتزلزلت لان في ظرف شهر واحد بس دي بقت الجريمه الثالثه للسفاح والشرطه نايمه في العسل. نفس يوم جلسه المحاكمه الاخيره بتاعت سليمان بدات، بس تيسير ما حضرش لانه اختفى فجاه في مشوار غامض مع صاحب البار. هان وقفت مكان تيسير وقدمت للمحكمه تقرير تحليل النظائر المشعه بتاع صاحب الحداد عشان تثبت للقاضي ان الدليل ده فاشل وملوش اي قيمه علميه، لكن للاسف المحكمه مالت لاعتراف سليمان المزور تحت التعذيب، وبسبب عدم وجود دليل غياب قوي يحميه في الجريمه السابعه بالذات القاضي نطق بالحكم السجن المؤبد لسليمان بتهمه قتل الضحيه. سليمان هو خارج بص لاخته بنظره كلها غل وقساوه مصطنعه، بس اول ما ركب عربيه الترحيلات انهار وعيط بتشنيج مقهور. الحقيقه ان الواد الغلبان ده عمل كده وقسي عليها عشان يقطع علاقته بيها تماما وما يخليش المجتمع يوصمها هي وابنها لان اخوها سفاح ومحكوم عليه بالمؤبد. وفي نفس الليله التلفزيون كان بيذيع مناشده انسانيه من اهل الطفله هند وهم بيعيطوا بيدوروا عليها، والسفاح كان قاعد قدام الشاشه بيتفرج ومبسوط ومنتشي على الاخر، ما كانش مصدق ان في الجريمه دي حد هيداري وراه، الشرطه الفاسده يعني بتخدمه وبتخبي وراه من غير ما يقصده. في نفس الوقت تيسير كان ماشي ورا صاحب البار في ارض خلا ومقطوعه على اساس ان هو رايح يوريه المكان اللي مخبيين في جثه الطفله هند، وفجاه من غير ما يحس ظهر واحد من رجاله شريف من وراه واداله ضربه غدر بالكوريك على دماغه وقعته على الارض. القنطعه دول نزلوا في تيسير ضرب وصح لحد ما جاب دم وقعدوا يهددوه قول لنا حالا مين السفاح الحقيقي وانت ترجع بيتك سليم. تيسير رغم ان هو كان هيموت من الضرب صرخ فيهم هاتوا جثه البنت هند الاول. تيسير ما كانش راضي يتكلم، وللامانه هو اصلا ما كانش يعرف مين السفاح، هو رمى الطعم بس. بعد شويه ظهر شريف ببروده المقرف وبص لتيسير بغل وقال له انت طلعت كداب يا تيسير، انا بسبب كلامك وثقتي فيك الصبح رحت وعدت الصحافه والاعلام ان انا هعلن عن مفاجاه قريب وهقبض على السفاح، طلعت بتشتغلني. تيسير تف الدم من بقه وقال له بنبره مكسوره ابوس رجلك يا شريف رجع لي جثه البنت هند. شريف عمل فيها شريف وقال انت مجنون انا وكيل نيابه، ازاي تفتكر ان انا ممكن ادفن طفله بريئه؟ احنا الاثنين فاهمين بعض غلط ويلا نقفل الصفحه دي ونسامح بعض. تيسير رفض بغضب وزعق وربنا ما هسيبك وهفضح اللي عملتوه في البنت هند قدام الدنيا كلها. الكلمه دي طيرت برج عقل شريف وكسرت الخط الاحمر بتاعه، فشاور لرجالته ببرود وقال لهم ارموه في الحفره دي وادفنوه حي. ارجع بالزمن 30 سنه بعد الاحداث دي الوقت الحالي، تيسير العجوز كان بيكمل حكايته للسفاح كمال المعتقل وقال له بدموعه انا اكتر واحد في الدنيا كان نفسه يلاقي البنت دي ويرجعها لاهلها. البنت دي لسه ما رجعتش لبيتها واهلها فضلوا مستنيين قدام باب البيت اكتر من 30 سنه. كمال السفاح عمل نفسه متاثر وقال بتمثيل يا انا حاسس بيك وبوجعك وفاهم يعني ايه تفقد حد من عيلتك. تيسير بص
له بقرف وقال له واحد زيك حافظ الوجع ده يروح يدمر عائلات تانية ويحرق قلبهم بالمنظر ده؟ هنا كمال وشه اتقلب لابتسامه خبيثه وقال بقول لك ايه يا تيسير بلاش تعمل فيها بريء وتلبسني كل حاجه، انت نفسك مش بريء من القضيه دي. وقال له فاكر سليمان الجريمه السبعه دي انا اللي عملتها بالملي، وسليمان اللي انت حبسته وعجزته بايدك كان راجل بريء وملوش اي ذنب. تيسير اول ما سمع الكلمتين دول الدنيا لفت بيه واتصدم صدمه عمره لانه عرف انه حادثه خيبه وانه دمر حياه انسان بريء. ليلتها تيسير ما نامش وفضل يجيله كوابيس مرعبه عن احداث من 30 سنه وعن الظلم اللي شارك فيه. وفي الايام دي سليمان العجوز دلوقتي كان خلاص خرج من السجن بعد ما قضى عقوبته وبقى شغال في ورشه اعاده تدوير وتصنيع كاوتشات العربيات. وبسبب رجله العاجزه وتاريخه الاجرامي المزور انه سفاح سابق العمال والناس في الورشه كانوا بيعملوه باحتقار ويقسوا عليه، بس هو كان بيكتم في نفسه وبيستحمل الاهانه عشان لقمه العيش ويقدر يعيش الكام يوم اللي باقيين. تاني يوم تيسير راح بنفسه الورشه عشان يقابل سليمان ويطلب منه السماح ويدافع عن ذنبه. سليمان اول ما لمح وش تيسير من بعيد الرعب ملا عينه وجسمه اهتز باقصى سرعه على جوه البيت وقفل الباب بالترباس وقال له امشي من هنا غور من وشي مش عايز اشوف وشك تاني. تيسير فضل واقف بره الباب المقفول بيتكلم بنبره كلها ندم وكسره وبيطمن سليمان على الوضع الحالي وقال له يا سليمان السفاح الحقيقي كمان خلاص اتقبض عليه واعترف بعضمه لسان ان الجريمه السبعه هو اللي عملها وانت بريء. سليمان اول ما سمع الكلمتين دول ما لقاش في قلبه غير الوجع وبدا يصرخ ويعيط بهستيريا وكسره قلب وبيقول لتيسير ليه ما مشيتش ورا كلامي زمان؟ انا صرخت في وشك وقلت لك اني بريء وما قتلتش حد، ليه ما صدقتنيش ودمرت لي حياتي؟ تيسير ما قدرش يستحمل صوت عياط الراجل المظلوم اللي بيقطع القلب ونزل على ركبه في الارض قدام الباب وقعد يعتذر له بدموع حاره، بس وجع 30 سنه سجن وظلم مستحيل يتداوى بكلمه اسف. بعد ما هدي شويه تيسير حاول يقنعه وقال له يلا بينا نرفع قضيه اعاده محاكمه، لازم نثبت براءتك رسميا ونقفل حبل المشنقه حوالين رقبه كمال. الصحفيه جيهان اول ما عرفت ان اختفاء الطفله هند والجريمه السبعه بتوع زمان طلعوا من عمايل نفس السفاح اتصدمت صدمه عمرها. والمصادفه الغريبه ان ابن سناء الواد الصغير اللي كبر وبقى اسمه جلال شغال معاها في نفس الجريده ونفس المكتب. جيهان بذكاء الصحفي استغربت بس في حاجه مش مظبوطه، ليه السفاح قاصد يفصل الجريمتين دول بالذات في اعترافاته وما جمعهمش مع الباقي؟ تيسير بدا ينبش في الماضي وعرف ان شريف استغل نفوذه وبقى عضو برلمان سياسي كبير والظباط الاثنين الحراميه طلعوا معاش ومأمنين نفسهم. وتيسير دخل لشريف مكتبه وشريف اول ما شافه عمل فيها صاحب عمره وحبيبه ورحب بيه باحضان مبالغ فيه. تيسير صدمه على طول وقال له ببرود السفاح كمال اعترف بكل حاجه وعن جريمه البنت هند بالذات، ودلوقتي جه وقتك يا شريف بقول الحقيقه واعترف ان انت اللي دفنت جثتها زمان. شريف اللي قعد سنين يتسلق على جثث الناس وينافق لحد ما بقى عضو برلمان بس ببرود ورفض تماما ان يهد معبده السياسي ويطلع فضيحته القديمه للعلن. وفي وسط الخناقه دي دخل شاب زي الورد الاسم وسلم على شريف وقال له اهلا يا عمي. تيسير اول ما بص لوش الولد قلبه اتنفض وعينه دمعت لانه شاف في ملامح نسخه طب الاصل من ابوه كريم وعرف فورا ان ده ابن اخته سناء. رجع فلاش باك 30 سنه لورا. سناء بعد ما راحت تعيش مع ابوها عضو مجلس الشعب القديم لفتره عرفت ليلتها بالصدفه ان شريف يبقى اخوها من الاب، وسناء انهارت وما قدرتش تستحمل العيشه مع العيله دي وصرخت فيهم وقالت انا مستحيل اعيش ورب ابني مع ناس وسخه شاركوا في قتل ابوه كريم، وسابت البيت وجريت في الشارع وهي مش في وعيها. وللاسف وهي بتعدي الطريق خبطت عربيه وعملت حادثه مروعه. تيسير ليلتها لف المستشفيات زي المجنون لحد ما لقاها في اوضه العمليات. سناء كان جاي لها نزيف حاد في المخ وغيبوبه والدكاتره اضطروا يولدوا ابنها الطفل اللي عنده 7 شهور بسرعه وحطوه في الحضانه. ابو شريف جه المستشفى وبكل بجاحه رمى التهمه على تيسير وقال له بنتي حصل لها كده لانها كانت بتجري وراك وورا مشاكلك. تيسير اتجنن وزعق فيه وطرده بره ونقلها في الاسعاف العادي هياخد وقت وهيموتها في السكه. لكن فجاه حاله سناء تدهورت جدا وبقت بتموت والدكاتره قالوا النزيف شديد ولازم تتنقل مستشفى كبيره في العاصمه حالا والا هتموت. تيسير عشان ينقذ اخته داس على كرامته وراح لابو شريف ويترجاه ويبوس رجليه عشان يستغل نفوذه ويوفر طياره اسعاف او طريق سريع للانقاذ وقال مستعد اعمل اي حاجه. الراجل الانتهازي قال له موافق بس المقابل انك تسيب البلد وتختفي من حياتنا وحياه سناء وما اشوفش وشك تاني خالص. وقلبه بيتقطع وافق على الصفقه عشان تعيش اخته وابنها. الصحفيه زمان لما عرفت ان تيسير هيسيب القضيه وهيلم هدومه ويمشي بره البلد راحت له وهي بتعيط ومحبطه وقالت له ليه تعمل كده؟ ازاي تسيب دم كريم وتمشي؟ تيسير ما قالهاش بالصفقه اللي عملها عشان يحمي اخته واكتفى بان هو يقول انا ما بقاش عندي طاقه ولا دافع اكمل في المخروبه دي. جيهان بصت له بخيبه امل وقالت له بدموع لو مشيت دلوقتي وقسيت قلبك اعتبر اللي بينا انتهى وعمرك ما هتشوف وش تاني في حياتك. ترجع ل 30 سنه بعد الاحداث دي الوقت الحالي. الواد جلال ابن سناء كان قاعد في مكتب بيسال شريف بفضول هو انت تعرف الدكتور تيسير منين يا عمي؟ فشريف رجع لورا وقال له لا ده مجرد زميل دراسه قديم مش اكتر. وبالليل العيله كلها كانت متجمعه في مطعم عشان يحتفلوا بعيد ميلاد سناء والاجواء على الترابيزه كانت غريبه ومشدوده وسناء ملامحها حزينه واضح انها طول ال 30 سنه اللي فاتوا ما اعتبرتش شريف اخوها ولا عيلتها ابدا. والوحيد اللي كان قاعد بيضحك ويتكلم على نيته هو ابنها جلال. الولد بكل حماس قال لهم وسط الاكل انا استلمت شغل جديد في الجريده وماسك دلوقتي قضيه البحث واعاده محاكمه الراجل المظلوم سليمان. ولما الكلمه دي طلعت من بق جلال ضحكه اختفت من وش شريف وعينه برقت من الصدمه والخوف وبص للولد وامره امر حاسم وصارم وقال له اقفل الملف ده فورا وسيب القضيه دي لغيرك يا جلال. جلال ما سمعش كلام عمه شريف وقال له بكل ثقه لا يا عمي القضيه دي بالذات هي فرصتي عشان اثبت نفسي في الجريده وابين كفاءتي. اول ما الولد خرج من الاوضه شريف اتضير لسناء وبدا يزعق وبرطم بقرف لم ابنك ده وقف في وشه بلاش يضيع وقته في كلام فاضي وملوش لازمه. بصت له بتيه وقالت له بنبره كلها سخريه وملوعه ليه انت خايف ولا على راسك بطحه؟ خايف الولد ينبش ورا القديم ويكتشف البلاوي اللي انت هببتها زمان. في نفس الوقت تيسير راح لبيت الطفله هند بعد 30 سنه عشان يبلغ الاب بالحقيقه المره. الاب اول ما عرف ان بنته ماتت من زمان انهار وبكى بحرقه تقطع القلب وحكى لتيسير ان مراته زمان ماتت من كتر القهر والوجع لانها ما كانتش مصدقه ان بنتها ماتت وفضلت تلف في الشوارع وتدور عليها زي المجنونه لحد ما جرى لها حاجه وماتت من حسرتها. الاب وهو بيعيط دم مسك في ايد تيسير وترجاه ابوس ايدك يا ست الظالم
الضابط، خليني اشوف السفاح ده واقعد معاه ولو لمره واحده. وفي مقر الجريده الصحفيه جيهان شافت التقرير الرسمي وجالها ذهول وما كانتش مصدقه عينيها لما عرفت ان السفاح المرعب هو نفسه كمال. جيهان اتصدمت لانها افتكرت ان الراجل ده في يوم من الايام عامل فيها صاحبها وبيقرب منها، وما كانتش تتخيل بالملي ان الشخص اللي كانت بتتعامل معاه كان بيفكر يقتلها ويلبسها في حبل مشنقه. تيسير اخذ الاب وراحوا السجن عشان يقابلوا كمال، بس الاب من كتر العياط والوجع ورعش الجسم ما قدرش يدخل الاوضه، فدخل ابنه الشاب مكانه عشان يواجه السفاح. الشاب صرخ في وش كمال قال له ليه عملت كده في طفله بريئه زي هند، ذنبها ايه؟ كمال رسم على وشه علامات اسف مزيفه وبكل برود خنزيري رد عليه وقال له والله ما كانش قصدي، هي اللي حظها وحش وظهرت قدامي فجاه في الوقت والمكان الغلط فخلصت عليه. بعدها جلال راح يقابل دكتور تيسير في مكتبه عشان يعمل معاه حوار صحفي عن قضيه سليمان المظلوم. تيسير كان شجاع وبص للولد واعترف بغلطته القديمه وقال له انا فعلا غلطت زمان وشلت ذنب راجل بريء. تيسير هو بيبص للولد كان فرحان فرحه ما تتوصفش وهو شايف ابن اخته سناء كبر بقى راجل محترم وناجح. تيسير حب يقرب منه وعزم عليه ياكل لقمه سوا، بس الولد اعتذر بأدب وقال له معلش يا دكتور عندي ميعاد تاني مش هينفع. وقبل ما يمشي الولد ابتسم وقال له تعرف يا دكتور طريقتك وخوفك عليا بيفكروني بعم شريف بالظبط. تيسير سمع الكلمه دي وقلبه اتعصر من الوجع بس ما بينش واكتفى بابتسامه مكسوره ودار غلبه جوه طب. تيسير اخد بعضه وراح يدور على صاحبه القديم الضابط كامل، بقى دلوقتي مفوض كبير عشان يقنعه يشهد معاه ويقول الحقيقه المره ان من 30 سنه شريف راح لكامل في دكان امه وهدده عينك. لما كامل قال انا هروح اعترف بكل حاجه، شريف لوى دراعه بعيلته وقال له لو عايز تدخل السجن لوحدك وتلبس الليله كلها البس، انا بنفوذي اقدر اثبت انك القاتل والدافن ومحدش هيسمع لك. ومن خوفه على امه كامل خان تيسير وباع القضيه وفضل من يومها واقف في صف شريف. تيسير قعد مع كامل ودخل في الموضوع على طول وقال له انا لسه راجع من عند اهل البنت هند والناس دول ما لهمش غير امنيه واحده في الدنيا يلاقوا جثه بنتهم يدفنوها ويرتاحوا. انا مقدر انك زمان عملت كده عشان انت مجبر وما عندكش حل تاني، بس انت دلوقتي ما بقتش ظابط صغير، انت بقيت مفوض وليك كلمه. مش جه الوقت بقى نريح قلب الناس الغلابه دول ونقول لهم مكان الجثه فين؟ لكن تيسير كان عشم ابليس في الجنه لان النفوس اتغيرت والكل بقى يجري ورا مصلحته. كامل رد عليه ببرود وقال له ان المده القانونيه للقضيه سقطت بالتقادم ومحدش هيقدر يحاسبهم او يعاقبهم قانونا فبلاش نفتح القبور. تيسير صرخ فيه وقال له انا مش عايز احبسكم، انا كل اللي بدور عليه انكم تقولوا الحقيقه عشان الارواح اللي ماتت دي ترتاح في تربتها. وفي مكان تاني صاحب البار كان قاعد مع شريف ومغلول وبيقول له انا مش فاهم انت ليه زمان ما موتش تيسير وخلصت منه، لو كنا ردمنا عليه الحفره ودفناه حي ليلتها ما كانش زمان وطلع دلوقتي وقرفنا في عيشتنا. شريف اتنهب بزهق وقال له ابعد عن تيسير وما تلمسوش، الراجل ده دلوقتي ملوش اي قيمه ومهما حاول وحفي كده مش هيقدر يغير اي حاجه في اللي حصل. وبما ان الكل قفل الباب في وش تيسير ورفضوا يتكلموا تيسير ما لقاش قدامه غير حل واحد ان هو يرجع السجن تاني ويطلب من السفاح كمان نفسه انه يشهد معاه ويفضح شريف. تيسير راح لكمال في الحبس وقال له انت الوحيد اللي تقدر تبرئ سليمان وتنقذ حياته، بس كمال رد عليه ببرود ولا مبالاه، دي مشكلتك انت يا تيسير مش مشكلتي انا، حتى لو انا شهدت بكره في المحكمه شريف بنفوذه وسلطته هيطلعني كداب ومحدش هيصدق كلامي. تيسير شغل دماغه وافتكر قضيه قديمه لسفاح شهير اسمه انبوبه. السفاح ده كان مريض شهره وكان بيحب يتباهى بجرايمه لدرجه ان هو اعترف بجرايم ناس تانية عشان يضخم من نفسه. تيسير لقط الفكره وعمل ملعوبه مع النيابه. الصبح في اوضه التحقيق دخلت وكيله النيابه وهي قصد تلبس شراب اسود طويل عشان تلعب على غريزته وتستفزه. كمال اول ما شاف الشراب ريق وجري واعترف وقال انا اللي عملت الجريمه السبعه، بس وكيله النيابه صدمته وقالت له بطريقه واستخفاف كلام وبس، لو بجد انت اللي عملتها وريني اثباتك، ولا انتوا يا بتوع السلسله شاطرين بس في المنظره والشو الاعلامي ومن جواكوا هوا. الكلمه دي جت على الجرح وكبرياء كمال السفاح اللي اتهان واتغاظ غيظ غير طبيعي وقرر يثبت لها بالعافيه ان هو البطل الحقيقي للجريمه دي. في الناحيه الثانيه الشاب الصحفي ابن كريم وسناء راح لبيت سليمان العجوز عشان يحقق في القضيه، وسليمان اول ما شاف وش الولد جسمه اتنفض وعينه دمعت وصرخ باسم ابوه كريم من كتر الشبه اللي بين الولد وابوه الله يرحمه. سليمان طلع صوره قديمه لكريم واداها للولد، كانت دي اول مره في حياه جلال يشوف فيها ملامح ابوه الحقيقي، لكن الصدمه كانت لما سليمان حكى له الحقيقه المره وقال له ابوك ما ماتش في حادثه عربيه زي ما هم مفهمينك، ابوك مات جوه السجن من كتر السحل والتعذيب على ايد الشرطه. جلال عقله طار واخد بعضه وجري على مكتب عمه شريف ورمى في وشه الجرايد والمحاضر القديمه وقال له هو بيعيط من الصدمه ابويا ما ماتش في حادثه صح؟ قول لي مين الكلب اللي عذبه وموته وهو في الحجز زمان. تيسير بكل خسه ونداله وبدل ما يعترف بص للولد ببرقه مزيفه وقال له الظابط اللي عمل كده وعذب ابوك هو تيسير. سناء عرفت ان ابنها بدا ينبش في الماضي وعرف ان ابوه مات مقتول فطلبت تقابل اخوها تيسير بسرعه، والمقابله كانت مليانه دموع ومشاعر. سناء بكت وقالت له يا تيسير انا صحيح بكره العيله دي وما كنتش طايقاهم، بس للامانه هم عاملوني انا وابني كويس جدا طول ال 30 سنه اللي فاتوا. انا لما عملت الحادثه زمان وفضلت في الغيبوبه والمستشفى سنه كامله ابني جلال ما بقاش يعرفني وبقى متعلق بشريف وبيحبه وشايفه هو الاب والسند والقدوه ليه في الدنيا. صعب جدا دلوقتي بعد العمر ده يكتشف ان الراجل اللي بيحبه بيعتبر ابوه هو اللي شارك في قتل ابوه الحقيقي. الولد هيتدمر وهيتجنن، وعشان كده سناء نزلت على رجل اخوها وترجته بكسره يا تيسير عشان خاطر وخاطر ابن جلال جالك يسالك قول له ان انت اللي عذبت ابوه موته، خليه يكرهك انت بس بلاش يكره شريف وتضيع حياته. تيسير بقلبه الابيض الكبير اللي بيستحمل فوق طاقه البشر. تيسير ما فكرش ولا ثانيه، داس على وجعه ورسم ابتسامه مكسوره على وشه وهز راسه وقال لها حاضر يا سناء انا موافق، المهم انت تكوني بخير وصحتك كويسه وعيشي حياتك مرتاحه. سناء سابته وركبت عربيه وانفجرت في العياط وهي حاسه بالذنب والظلم الكبير اللي بتعمله في حق اخوها البطل اللي ضحى بشبابه وعمره عشانها. وما لحقش تيسير يفوق من قهرته الا والباب اتفتح ودخل عليه ابن اخته جلال وعينه حمرا وزي الشرار من الغضب. وقف قدامه وبص له باحتقار وقال له بصوت بيترعش قول لي الحقيقه انت فعلا اللي عذبت ابويا وموته بايديك زمان؟ تيسير قال لجلال وعينه مليانه حزن وقال له بجمود ايوه انا اللي عملت كده وانا اسف يا جلال. جلال الغضب عماه ونبضات قلبه بقت سريعه، رخ في وش خاله بشر وغل انا مش هسيبك في حالك يا تيسير وربنا لا افضحك قدام الدنيا وخلي العالم كله يعرف
حذرتك واللي عملته في نفس الوقت جوه الزنزانه السفاح كمال كان قاعد وعقله مش مستوعب طريقه وكيله النيابه عليه، والغل بياكل في قلبه. كان بره السجن زمان كان خنقها بشراب اسود وعلقها في السقف. اشتكى لتيسير وقال له النيابه مش راضيه تصدق ان انا اللي عملت الجريمه السابعه. تيسير لعب بعقله وقال له ده تلاقيه شغل من تحت الترابيزه اللي شنيه بوظ اعترافك محدش يصدقك، والظاهر كده ان اي حاجه هتعملها مش هتفيد. كمال اتجنن وقلب كبرياء سفاح. طب اعمل ايه عشان يصدقوا؟ ايه رايك اطلع اشهد بنفسي في قضيه اعاده محاكمه سليمان؟ قول لي اقول ايه في المحكمه عشان اكسر عينيهم؟ بس فجاه جمال سكت وغل الملاوعه ظهر في عينه وغير رايه وقال انا هطلع اشهد وافضحهم، بس المقابل انك تخليني اقابل ابن كريم، يقصد جلال، ولو لمره واحده. جلسه اعاده محاكمه سليمان بدات في اجواء تاريخيه. سليمان العجوز وقف وبدا يحكي بدموع ونبره تكسر الحجر ازاي الشرطه زمان سحلته وعذبته عشان يبصم على تهمه ما يعرفش عنها حاجه، وقال له للقاضي حتى ورق الاعتراف هم اللي كتبوه بايديهم وخلوني ابصم لان انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب. لكن الضباط الاثنين الحراميه وقفوا بكل بجاحه وقله اصل وقالوا احنا كنا بنعمل شغلنا وبس. والاوسخ ان الضابط كامل المفوض الحالي وقف وشهد زور وقدم افاده ان هو ما شافش اي نوع من انواع الضرب او التعذيب وقت التحقيق مع سليمان. جه الدور على تيسير عشان يشهد ووقف بكل شجاعه وقال انا بعترف قدام المحكمه ان غلطت زمان لما مشيت ورا علم مزيف وتقنيه فاشله ووثقت في النظائر المشعه. ولف وشه لسليمان وانحنى قدامه بكل ادب واعتذر له قدام القاعه كلها. محامي الحكومه وقف يسال بلقمه طالما انت محضر التحقيق بتتاكد منين ان الضباط دول عذبوا سليمان؟ تيسير بص للضباط وقال بثقه لان شفت بعيني قبل كده هما بيعذبوا متهم تاني بكل ساديه عشان يلبسوه الجريمه، والشخص ده هو الاستاذ منصور. ومع اخر كلمه قالها تيسير وقف راجل عجوز من وسط قاعه المحكمه وبين ان هو منصور الغالي اللي تيسير انقذه زمان. منصور مشي بخطوات ثابته وشاور بصباعه على وش الضباط الحراميه وقال للقاضي بصوت هز القاعه الكلاب دول فضلوا يضربوا فيا لحد ما كنت هموت بين ايديهم عشان ابصم على جرايم انا ماليش ذنب فيها. وكيله النيابه الفاسده حاولت تلم الدور وقالت ده مش دليل ان هم عملوا كده مع سليمان. محامي سليمان رد عليها بقوه وقال ان منصور وقتها كان هو المتهم الاول في السلسله والكلاب دول استخدموا معاه نفس الاسلوب، فطبيعي جدا يعملوا كده مع الضحيه اللي بعده اللي هو سليمان عشان يقفلوا القضيه. القاضي هز راسه وبان عليه ان هو مقتنع بالكلام ده تمام. رفعت الجلسه وجلال حس ان في حلقه مفقوده في كلام منصور الغالي. جري وراه في الطرقه وساله بلهفه يا فندم هو فعلا الضباط دول بس اللي مدوا ايديهم عليك وعذبوك؟ طب والظابط تيسير عمل معاك ايه؟ منصور اول ما سمع الاسم عينه لمعت بالدموع وقلب تاثر شديد. تيسير ده صاحب عمري واخويا النزيه مستحيل انسى فضله، ده لولا ربنا ثم تيسير كان زماني ميت في الحجز وهو اللي وقف في وش وكيل النيابه الفاسد ومنعه يلبسني القضيه. جلال وشه جاب الوان وساله وركبه بتخبط في بعضها طب ومين وكيل النيابه الفاسد ده يا فندم؟ قال له عمك عضو البرلمان الحالي. الكلمه دي نزلت على دماغ جلال زي الصعقه وعرف ان عمه هو الشيطان الحقيقي اللي قتل ابوه وان خلى تيسير شيل الذنب والظلم كله عشان يحميه. في نفس الوقت الصحفيه جيهان راحت قابلت تيسير بعد غياب طويل دام 31 سنه. المقابله كانت مليانه فرحه ووجع، وبعد كلام وعتاب على السنين تيسير فتح قلبه وقال لها على السر القديم انا سبت البلد زمان ومشيت عشان انقذ اختي سناء واوفر لها طياره اسعاف لانها كانت بتموت وده كان شرط ابو شريف عشان ينقذها. جيهان لمت عليه وقالت له ليه ما قلتليش ليلتها وسبتني فاكراك بعت القضيه؟ انت شلت الوجع ده لوحدك 31 سنه؟ وبصت في عينه وقالت بكل قوه بس من النهارده انا مش هسيبك لوحدك تاني يا تيسير، ايدي في ايدك وهنطلع الحياه للنور ونفرتك العيله الفاسده دي. جيهان رجعت مقر الجريده والشرار بيطير من عينيها. جمعت فريق العمل وبدات تعمل خطه تكتيكيه مرعبه وقالت احنا هنفتح ملف اختفاء ودفن جثه الطفله هند من 30 سنه وهنقلب الدنيا فوق دماغ المفوض وعضو البرلمان. الصحفيين في المكتب بقوا باصين لبعض ومش مصدقين ولا يا فندم مستحيل معقول رجاله الشرطه والنيابه يوصلوا للقذاره دي ويدفنوا جثه طفل عشان منصب؟ وسط الزيطه دي جلال كان واقف في الركن وملامحه متجمده والشكوك عماله تكبر في دماغه وتتضخم وعرف ان عمه هو السفاح اللي دمر عيلته وان خاله تيسير هو الملاك اللي ضحى بسمعته وعمره عشان يحميه. الصحفيه جيهان راحت تقابل السفاح كمال في السجن وهو اول ما شافها رحب بيها بابتسامه سمجه وهو فرحان، بس هي صدته على طول وقالت له بغضب لما اتقبض على اخو كريم زمان ليه فضلت ساكت وسبته يلبس القضيه؟ كمال بدا يحور ويبرر لنفسه وقال انا كنت فاكر ان هم كده كده هيفرجوا عنه قريب لانه مش هو القاتل الحقيقي. جيهان كشف الكذب في ثانيه وقالت له انت سكت عشان كنت عايز اي حد يشيل الليله مكانك وحتى لو كان اخوك الصغير ما كانش هيفرق معاك. وجيهان وافقت تجيب جلال المحكمه عشان يشوفه بس حذرته وقالت له اياك تعرف الولد ان عمه سفاح ومتسلسل. الصبح بدري جيهان فجرت القضيه في برنامجها وزعت فيديو اعتراف كمال اللي صورته في السجن. كمال قال في الفيديو انا فعلا قتلت الطفله هند بس انا ما دفنتش جثتها، في حد تاني دفنها بدالي. انا شفت بعيني شخص وهو بيدفن البنت واول ما الشخص ده مشي ظهر 2 رجاله تانيين وحفروا وطلعوا الجثه من مكانها. مجرد ما الخبر ده اتذاع شريف والشرطه الفاسده بقوا يترعشوا من الرعب لانهم ما كانوش يتخيلوا بالملي ان في حد شاف ملعوبهم زمان. شريف اتجنن وقعد يحاول يوقف البث المباشر بس ما عرفش، وفي وسط الحلقه ظهر الدكتور تيسير قضيف ومن غير ما يبلغ جيهان فجر القنبله الكبرى وقال اسماء الاربعه الفاسدين المتورطين في دفن الجثه على الهواء. جيهان وقفت وقفلت البث بسرعه بس كانت الفاس وقعت في الراس وزعقت في تيسير انت بتعمل ايه؟ الناس دول مش سهلين، واحد عضو برلمان والتاني صاحب شركه مقاولات كبيره، دول ممكن يخربوا بيتك ويرفعوا عليك قضيه سب وقص. تيسير بص لها بجمود وقال لها انا ما يهمنيش نفسي ولا فرق معايا ايه اللي هيجرى لي، انا مستعد اضحي بعمري وروحي بس الكلاب دول يدفعوا ثمن جرايمهم والناس تعرف حاجه. جيهان زعلت عليه جدا وقلبها اتقطع لانه طول عمره كان بيضحي بنفسه عشان الكل وبيشيل القهر لوحده. صرخت في وشه بدموع انا من النهارده جنبك ومعاك ومش هسمح لك تشيل الوجع ده تاني لوحدك، سامع ولا لا؟ نفس اللحظات دي مكتب البرلمان شريف اتقلب لخليه نحل وهيصه من كتر التليفونات والصحفيين اللي عايزين يشموا خبر. سناء دخلت المكتب زي الاعصار ووشها جايب دم وبصت في وش شريف وزعقت الكلام اللي قاله تيسير في التلفزيون ده صح؟ انت عملت كده بجد؟ شريف قعد يكابر ويصوت وقال لا طبعا تيسير كداب وبتجنن عليا. سناء اتجنت وقالت له انت فاكرني مش عارفه اخويا تيسير
يبقى راجل ازاي؟ وفقدت السيطره على اعصابها وجريت مسكته من قميصه وصرخت بهستيريا: انا عشت 30 سنه ودافع عن واحد قذر زيك وخبيت بلاويك، وفي الاخر تطلع انت اللي قتلت كريم وكمان قتلت البنت الصغيره اللي كانت تلمستي في المدرسه. وفي قمه الخناقه والصريخ الباب اتفتح فجاه ودخل جلال. شريف وسناء اتجمدوا مكانهم وخافوا من نظرات الولد. جلال من غير ما ينطق ولا كلمه مشي بخطوات تقيله ومسك ايد امه وشدها وخرجوا بره المكتب، وسابوا شريف واقف وراهم يصرخ باسم الولد وهو مش قادر يعمل حاجه. جلال طلب من امه تاخده للمكان اللي مدفون فيه ابوه كريم. سناء انهارت وحكت لابنها كل حاجه بالملي، وقالت له انها زمان سكتت وعاشت مع شريف لانه كان بيعامل جلال كانه ابنه بجد، وهي حاولت تبلع الوجع وتسامح عشان تربي ابنها، بس لحد هنا والبلاعه اتفتحت وما بقاش ينفع السكوت. جلال لما عرف ان الدكتور تيسير يبقى خاله الحقيقي مش مجرد غريب دمع، وعرف حجم التضحيه اللي خاله عملها عشانه. الواد ساب امه ورجع جري على مكتب عمه شريف ودخل عليه وعينه فيها شرار. شريف اول ما شافه ارتاح وقال له انا برن عليك من بدري. جلال بص له بجمود وقال له يا عمي انا مستعد اسامحك واعدي اي حاجه انت عملتها في حياتك، بس عشان خاطري اخرج وقول الحقيقه لمره واحده في حياتك. لكن شريف الطمع والسياسه عمه قلبه، وبكل بجاحه ونكران قعد يحلف ويقول انا ما عملتش حاجه والناس دي بتتبلى عليا. جلال فقد اعصابه تماما وزعق في وشه باعلى صوته: انت ازاي بني ادم بالبشاعه دي وتعيش حياتك عادي وتنام على سريرك كأن مفيش اي حاجه حصلت؟ جلال مسك ايد عمه شريف وقعد يعيط وترجاه بكل قهر: ابوس ايدك يا عمي اخرج واعترف بكل اللي عملته، وانا بوعدك ان هفضل جنبك ومش هسيبك لوحدك ابدا. دموع ورجاء ابن اخوه الغالي هزت شريف من جواه وخلته يحس بالذنب لاول مره. الصبح قدام قاعه المحكمه شريف قابل الدكتور تيسير وبص له بمراره وقال له: تعرف يا تيسير انا جه عليا وقت زمان وكنت بعتبرك صاحبي بجد، بس للاسف طريقنا اتقسم وما بقيناش نفهم بعض. تيسير قصف جبهته على طول وقال له ببرود: بالعكس انا فاهمك كويس جدا، زمان لما كنت بتتسلط عليا وتضربني في المدرسه ده ما كانش سوء تفاهم، دي كانت حقيقتك القذره يا شريف، انت مجرد عيل جبان خاف ابوه يرميه في الشارع فقعدت تفتري وتدوس على الشخص اللي افتكرته بالغلط انه ابن ابوك من الست التانيه. وكمل تيسير بسخريه: لو كنت اعرف انك بالجبن ده كنت فضلت جنبك، بس واحد زيك بيخاف حد يشوف نقطه ضعفه مستحيل يستاهل حد يهتم بيه. وقال له كلمه اخيره: انت دلوقتي عندك حاجات كتير خايف تخسرها وحاسس بالخزي والرعب، بس خلاص جه الوقت اللي لازم سلسله العك والفساد دي تقف. بدات جلسه اعاده محاكمه سليمان. جلال وتيسير كانوا قاعدين ومستنيين ان شريف يوفي وبعده ويعترف، بس الصدمه ان شريف رجع في كلامه وباع ابن اخوه في اخر ثانيه، وقف قدام القاضي وبكل بجاحه انكر كل حاجه وعمل فيها الضحيه وقعد يصرخ ويقول: انا بيتعمل عليا حمله تشويه وتصفيه حسابات سياسيه وانا هثبت براءتي قريب جدا، لكن الكذب عمره ما يهزم الحقيقه. جلال هو قاعد بيسمع كذب الراجل اللي كان شايفه ابوه وشه اتقلب لعلامات خيبه امل وقرف مش طبيعيه. في وقت الاستراحه جلال جري ورا عمه شريف في الطرقه عشان يديله اخر فرصه، لانه عارف ان الاعتراف صعب على راجل سياسي وعضو برلمان زيه، بس شريف ما كانش فيه فايده، وبكل قله اصل مسك في جلال وقال له: عشان خاطري يا جلال بلاش تبعد عني وخليك جنبي. جلال بص له بقرف وكسره نفسه وقال له: لحد هنا وكل اللي بينا انتهى يا شريف، ودور ظهره ومشي وسابه بدموع التماسيح والندم بياكل في قلبه. رجعت الجلسه ودخل السفاح كمال كشاهد، واول ما دخل قعد يبحلق ويحدد عينيه في وش جلال بشكل غريب ومرعب، كمان لقى ان القضاه مش هيصدقوا كلامه كمجرم متسلسل، فعمل بنصيحه تيسير ومسك القلم ورسم قدام المحكمه بالكروكي كده الهندسه المعماريه بتاعه البيت اللي حصلت فيها الجريمه السبعه، وقعد يشرح بالتفاصيل والدقايق ازاي دخل وقتل الضحيه. التفاصيل دي خلت المحكمه تقتنع بنسبه 100% ان هو القاتل الحقيقي مش سليمان، وبكل بجاحه وتمثيل كمال لف وشه وقال: انا بعتذر لسليمان وبعتذر لاهل الضحايا، بس اللي يبص لوش كمال يعرف ان هو ما عندوش ذره ندم واحده، وانه واخد المحكمه والناس دي كلها كانها لعبه ومسرحيه وبيتسلى بيها عشان يثبت كفاءته كسفاح وبس. القاضي خبط بالشاكوش ونطق بالحكم التاريخي: براءه سليمان من التهمه المنسوبه اليه واسقاط حكم المؤبد. القاضي كممثل عن المنظومه القضائيه بص لسليمان واعتذر له اعتذار رسمي بالنيابه عن المحكمه بسبب الحكم الظالم اللي دمر شبابه من 30 سنه. سليمان خرج من باب المحكمه وهو مش مصدق نفسه، ولها اخته الكبيره وشعرها بقى ابيض من الهم، ووقف معاها ابنها الكبير الشاب. اول ما شافوا بعض جريوا على بعض وحضنوا بعض حضن قوي وانفجروا من العياط والنحيب اللي قطع قلب اي واحد واقف في الشارع. اخته قالت له: سامحني سليمان، انا اسفه اني ما جيتش زرتك ولا مره في السجن طول السنين دي من خوفي وقهرتي. سليمان طبطب عليها وقال لها بدموع: انا مش زعلان منك يا اختي، ده مش ذنبنا احنا، ذنب الكلاب المنافقين الاوساخ اللي عملوا فينا كده. المشهد كان يبكي الصخر من كتر القهر والعدل اللي جه متاخر. بعد كام يوم جلال راح للدكتور تيسير في الجامعه اللي شغال فيها. الولد قعد مع خاله وقال له بعتاب: يا خالي انت مش حاسس بالظلم والقهر وانت لابس تهمه تعذيب ابويا زمان وانت بريء وما عملتش حاجه؟ تيسير بص له بحنان وقال له: يا جلال انا مش بريء، انا زمان غلطت وشلت ذنب ناس تانية، ودلوقتي انا مجرد بني ادم بيدفع ثمن غلطاته القديمه. وعشان يقفل من الموضوع ويهرب من الكلام غير السيره وقال له: قول لي بقى انت اكلت لقمه ولا لسه؟ واوعى تنسى تاخد بالك من امك وتراعيها. هنا جلال ابتسم وبص لخاله وقال له: على فكره امي دلوقتي قلب الدنيا وعماله تلف على اكبر واشطر محامين في البلد وتجمعهم عشان يعملوا جبهه دفاع عنك ويحموك من القضايا والبلاغات اللي الكلاب دول رافعين عليك عشان يسكتوك. تيسير اول ما سمع الكلمتين دول وشه اتقلب من الذهول والفرحه، وما كانش متخيل ان اخت سناء هتقف في ظهره بقوه كده بعد السنين دي كلها وتديله حقه. والمفاجاه الاجمل اللي فرحت قلب تيسير ونزلت زي البلسم على جراحه ان جلال وهو قايم يمشي اتضير وبص له وابتسم وقال له بنبره كلها حب واحترام: مع السلامه يا خالي. الكلمه دي رجعت لتيسير روحه وعوضته عن سنين القهر والظلم اللي عاشها. بعد فتره تيسير اخد بعضه وراح السجن عشان يقابل السفاح كمال للمره الاخيره، وقال له بجمود وثبات: دي هتبقى اخر مره هاجي اشوفك فيها يا كمال. والموضوع ما كانش لان الازمه خلصت، لا، تيسير ادرك الحقيقه المره. مهما عمل وحفي الكلاب الفاسدين اللي دفنوا جثه الطفل هند وضيعوا حقها مش هيطولهم اي عقاب قانوني، لان القضيه سقطت بالتقاضي. وعرف ان استمراره في النبش وراهم مش هيجيب نتيجه غير انه هيفضل يحرق في دمه ويعيش في عذاب وجلد ذات ملوش نهايه. فقرر يقفل الصفحه
دي عشان يقدر يعيش الكام يوم اللي باقيين له في سلام. وهو قايم ماشي كمان نادى عليه بنبره غريبه: يا تيسير هو ينفع تيجي تزورني تاني بعدين، بس مش كظابط بيحقق معايا، كصديق. تيسير وبدون اي تردد بص له وقال له الخطوه دي مش هتحصل الا في حاله واحده، يوم ما احس انك ندمت بجد ومن قلبك على كل الارواح والجرائم اللي انت ارتكبتها. بس الحقيقه ان الندم ده عمره ما هيحصل، كمال مريض وسفاح سادي واخد الدنيا لعبه، وبكده تكون مهمه تيسير في الحياه انتهت ورسالته وصلت. الليله دي تيسير نام وشاف حلم جميل ونقي لدرجه انه ما كانش عايز يصحى منه ابدا. شاف نفسه هو وشريف زمانه هم شباب واصحاب بجد وقاعدين مع بعض في ليله سبوع جلال الصغير. تيسير كان طاير من فرحه وهو شايف اخته سناء وجوزها الغالي كريم وابنهم في حضنهم وعايشين في قمه السعاده والرضا. تيسير وهو بيبص على وشوشهم المنوره والضحكه اللي طالعه من القلب لكل اللي حواليه ادرك ان اليوم ده رغم انه يوم عادي وطبيعي جدا في حياه اي عيله، الا انه اليوم اللي اهل القريه كلهم انحرموا منه وما قدروش يعيشوه بسبب السلسله والفساد. يوم كان تيسير بيتمناه من كل حواسه، لان كل الناس الغاليين على قلبه والذكريات اللي عاجز يحميها ويحافظ عليها زمان كانوا متجمعين في الحلم ده وقدام عينيه. الحلم كان في غايه الجمال، بس ساب في قلب تيسير حسره ووجع ملوش اخر على شبابه وعيلته اللي اتفرتكوا. وبالمشهد المؤثر ده بتنتهي احداث فيلمنا الدرامي المرعب سكير كرو او الفزاعه، ورغم ان النهايه ما كانتش ورديه ولا كامله زي ما كنا بنتمنى، الظلم فضل موجود والكلاب الفاسدين اللي داروا على الجريمه هربوا في فعلتهم. بس للاسف هي دي الحقيقه والواقع اللي بنعيشه، السفاح والمجرم بيخرج ويقول الحقيقه، والناس اللي لابسه قناع القانون والعداله هم اكتر ناس بتنشر الكذب والنفاق. وبما ان الاحداث والتحقيقات بتدور من سنه 1988 فطبيعي تلاقوا ان طريقه الفحص والقفلات ما فيهاش التشفي والانتقام السريع اللي بيبرد نار المشاهد، وفي كام تفصيله فضلت غامضه، بس في المجمل الفيلم يعتبر تحفه دراميه وتشويقيه ممتعه. وبكده اقدر اقول لك لو بتحب المحتوى المميز ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، ودايما تبقى عارف ان دعمك بيفرق جدا معانا. الحكايه لسه ما خلصتش، استنونا في المسلسل الجديد الجاي في الحلقه اللي جايه، ومن هنا لحد الحلقه اللي جايه اشوفكم على خير. باي.